القصة بتبدأ مع ملك اسمه أرثر، ملك قاسي وما يعرفش الرحمة، حكم العالم كله بالقوة والبطش، طريقه للسلطة كان مليان دم ودمار، مسح أعدائه من الوجود وحرق مدن كاملة بنيران نووية، وارتكب جرائم مرعبة محدش يقدر حتى يتخيلها، وكل ده بس علشان يفرض سيطرته ويحكم العالم كله. لكن في يوم من الأيام وهو قاعد لوحده بدأ يفكر في كل المصايب اللي عملها، كل الجرائم والدمار اللي سببه رجع قدام عينه مرة واحدة، وإحساس تقيل بالذنب بدأ ينهش جواه. وبعد لحظات قليلة بس فجأة بيقع مريض بمرض غامض، حالته بتسوء بسرعة وبيبدأ يغرق ببطء في ظلام غريب كأنه بيقرب من نهاية حياته. وفي وسط الظلام ده صوت غامض بيظهر فجأة، صوت بيقول له انه هيديله فرصة تانية في الحياة، لكن بيحذره بشدة انه ما يضيعهاش المرة دي. بعد شوية لحظات أرثر بيفتح عينيه، لكن اول ما بيبص حواليه بيلاقي شخصين واقفين فوق بيبصوا له. الراجل اللي واقف قريب منه اسمه رينولد، وده في الحقيقة ابوه، والست اللي واقفة جنبه اسمها أليس ودي امه. هما طبعا ما كانوش متوقعين ان طفل مولود لسه حالا يقدر يفهم كلامهم، لكنهم كانوا في قمة السعادة وهم بيرحبوا بيه في الدنيا. ومع الوقت أرثر بدأ يستوعب الحقيقة الصادمة، الاتنين دول فعلا بقى ابوه وامه، وهو اتولد من جديد من حوالي دقيقة واحدة بس. كان صعب عليه جدا يستوعب الفكرة، ازاي ملك حكم العالم كله يرجع فجأة يبقى طفل رضيع تاني. لكن رغم ده كله ما قدرش يتجاهل قد ايه امه وابوه الجداد كانوا حنينين عليه بشكل طبيعي جدا، فاغلب الوقت كان حاسس بنوع من الراحة، رغم انه مش مبسوط خالص انه محبوس جوه جسم طفل دماغه كبيرة بالنسبة لجسمه، ما يعرفش يتكلم، وكل شوية يعمل في الحفاضة غصب عنه من غير اي تحكم، يعني باختصار فقد كل استقلاليته. لكن فجأة حاجة اغرب من كل ده بتشد انتباهه، هو شايف ابوه رينولد بيركز طاقة غريبة في قبضته، وبضربة واحدة بس يكسر صخرة ضخمة لقطع صغيرة. أرثر اتجمد من الدهشة، القوة دي كانت غريبة عليه تماما حتى بعد كل السنين اللي حكم فيها العالم. العرض ده كان واضح انه قوي جدا لدرجة ان رينولد نفسه حس بالفخر ولف ناحيتهم مستني المدح، لكن لانه ما خدش باله من اللي حواليه صخرة صغيرة وقعت مباشرة على دماغه. أليس كانت متوقعة ان حاجة زي دي تحصل، فجرت بسرعة عليه وبدأت تستخدم السحر عشان تعالج الإصابة، وفي نفس الوقت فضلت تزعق له وتلومه وتقول له يبقى حذر المرة الجاية بدل ما يستعرض قوته بالشكل الغبي ده. صحيح ان رينولد كان بيتباهى شوية بقوته، لكن لما يكون جد فعلا قبضته ما يتلعبش بيها. في الصيد مثلا يقدر يوقع خنزير بري بضربة واحدة بس، وجوده في اي مجموعة صيد بيخلي كل حاجة تمشي اسهل بكتير. وبعد ما الصيد بيخلص رينولد بيرجع البيت متحمس انه ياخد حضن الترحيب الدافي، لكن فجأة بيفتكر انه متغرق في دم الخنزير البري فالافضل ياخد حمام الاول. ومن كل اللي شافه أرثر فهم حاجتين مهمين جدا، اول حاجة العالم ده خطير جدا لدرجة ان حمل السلاح في حاجة طبيعية علشان تحمي نفسك، وتاني حاجة لو عايز تعيش بحرية في المكان ده لازم يتعلم القتال. بعد ما رينولد رجع البيت أليس قالت ان الوقت جه علشان أرثر ينام قيلولته. عادة كان بيتضايق لما يعاملوه كطفل، لكن الصراحة دي كانت من الحاجات القليلة اللي بيحبها. في حياته القديمة النوم الهادي كان رفاهية نادرة جدا، لكن دايما كان في ناس بتحاول تقتله اول ما يغفل لحظة. صحيح كان قادر يتعامل مع اي مهاجم بسهولة، لكن التهديد المستمر كان مرهق نفسيا بشكل رهيب. ومع مرور الشهور جسم أرثر الرضيع بدأ يقوى شوية لحد ما اخيرا قدر يتحرك لوحده. اول حاجة عملها ابو الحرية الجديدة دي انه مشي بتعثر لحد ما وصل لمراية، وفضل يبص لانعكاسه فيها بتركيز شديد، بينما ابوه وامه شايفين المنظر لطيف جدا، لكن الحياة مختلفة تماما. أرثر كان بيحاول يستوعب انه فعلا اتولد من جديد كطفل عاجز، وبمجرد ما بقى يقدر يتحرك بحرية ما ضيعش وقت بدأ ينفذ خطته. في يوم لما أليس حطته ينام القيلولة، اول ما خرجت من الأوضة فتح عينيه فورا، زق البطانية بعيد ونزل بحذر من السرير الصغير، وبينما امه كانت مشغولة في غسيل المواعين بدأ يزحف على الأرض ببطء شديد شوية بشوية لحد ما وصل لنهاية الأوضة من غير ما تلاحظ أي حاجة. واضح إنها كانت مركزة جدا في المواعين. أول ما وصل لهدفه فتح باب مكتبة البيت وسحب كتاب، كان لازم يبدأ يتعلم أكتر عن العالم ده. بعد ما قرأ كتاب من الكتب اكتشف إن القارة دي اسمها ديكان، ومقسومة ل3 ممالك: مملكة داروف دولة تحت الأرض يسكنها الأقزام، مملكة تالينوير موطن الإلف اللي عايشين في أعماق الغابات، ومملكة سابين دولة البشر اللي بيحكمها ملك. رغم إن مفيش حد هنا بيستخدم قنابل نووية عشان يسيطر على المدن، إلا إن أرثر كان متحمس يعرف أكتر فمسك كتاب تاني، والكتاب ده أخيرا أعطاه الإجابة اللي كان بيدور عليها. اتضح إن مستوى التكنولوجيا في العالم ده متأخر، والسبب في ده هو السحر. الناس هنا يقدروا يستخدموا السحر عن طريق توجيه المنى اللي جوه أجسامهم. صحيح مش كل الناس تقدر تستخدمها، لكن السحر بيلعب دور كبير في الحياة اليومية. في طريقتين رئيسيتين لاستخدام السحر، الأولى اسمها التعزيز، ودي بتعتمد على تدوير المنى داخل الجسم، وده بيدي المستخدم قوة هائلة ودفاع أقوى وسرعة عالية. أما الطريقة الثانية فهي الاستدعاء، واللي فيها السحر يطلق المنى خارج جسمه علشان يتحكم في الظواهر المختلفة. دي تقريبا كانت كل المعلومات عن نظام السحر في العالم ده، لكن أرثر ما لقاش أي ذكر للسحر الشفاء اللي استخدمته أليس قبل كده، وده خلاه يعتقد إنها حالة نادرة. ومن اللي فهمه أغلب الناس بيظهر عندهم المنى لما يوصلوا لسن البلوغ، وبعد كده يقدروا يوجهوا المنى دي من خلال حاجة اسمها نواة المنى عشان يتحكموا فيها ويصبحوا سحرة. الموضوع كان سهل الفهم بالنسبة لأرثر، لأنه في حياته السابقة وصل للسلطة بسبب طاقة طبيعية كانت جواه اسمها طاقة كاي، وكانت بتشتغل تقريبا بنفس طريقة المنى. علشان كده ركز كل طاقته وجرب يشوف لو يقدر
يخلق استجابة، وكما توقع بالظبط نواة مانا بدأت تتكون جواه، وده كان تقدم ضخم جدا في نموه. لكن قبل ما يقدر يكمل تدريبه أليس أخيرا لقيته كانت قلقانة جدا لما اكتشفت انه مش في سريره، فارتاحت لما شافته سليم. لكن اول ما شالته لاحظت ان في حاجة مختلفة. ارثر يقل للحظة فكر انها حاسس بالمانا اللي جواه، لكن الحياة كانت ابسط بكتير. هي بس لاحظت انه عمل في الحفاضة مرة تانية. عدى سنتين بعد كده وكانت أليس قاعدة بتكتب في مذكراتها. كانت ممتنة جدا ان ارثر بيكبر بصحة وقوة، لكن في حاجة بدأت تقلقها. من يوم ما اتولد ما شافتوش بيبتسم ولو مرة واحدة، وفي اللحظة دي بصت من الشباك ولقيت رينولد وارثر بره. واضح ان رينولد بيعلمه شوية اساسيات بالسيف. ارثر كان مركز جدا، لكن أليس اتعصبت جدا ان رينولد يسمح لطفل عنده سنتين يمسك عصاية ممكن تبقى خطيرة. ارثر كان فاهم كويس دلوقتي ان أليس مش شخص تحب تشوفه غاضب، فقرر انه لازم يكون حذر عشان ما يزعلهاش. وفي يوم قررت امه تاخده جولة في المدينة. ارثر كان متحمس جدا لان ده هيديله فرصة يجمع معلومات مهمة عن العالم ده. من مجرد النظر للأسلحة اللي بتتباع للعامة قدر يقيس مستوى التكنولوجيا في الدولة، وكمان شاف مواد غريبة ما شافهاش قبل كده. لكن اكتر حاجة حمسته لما شاف ساحر قدامه مباشرة بيستخدم سحر النار. الرحلة دي كانت كنز معلومات بالنسبة له، لكن في نهاية اليوم جسمه صغير تعب جدا من كل نشاطه وبقى بالكاد قادر يفضل صاحي. أليس قررت تحطه ينام اول ما يرجعوا البيت، ورغم ان الحياة الجديدة دي مليانة قيود ارثر بدأ يستمتع بالعيش مع ابوين بيحبوه فعلا. في حياته السابقة اتولد من غير اي بداية حقيقية، واتربى طول طفولته في ملجأ ايتام وما عرفش معنى حب الاهل، فعلشان كده الحياة دي كانت مختلفة تماما بالنسبة له. بعد شوية ارثر غلب النوم على كتف أليس فبدأت تشيله ناحية سريره، وفي الطريق فضلت تحكي له قد ايه فخورة بكل اللي اتعلمه. هي لحظة كل مرة كان بيهرب من سريره علشان يقرا الكتب، وشافت الحماس في عينه لما خرج وشاف في العالم، وده خلاها متأكدة ان جواه روح مغامر غالبا وارثها من رينولد، وهي عارفة انه يوما ما هيطلع يستكشف العالم بنفسه. رغم انها كانت تتمنى يعيش حياة هادية هنا، الا انها مستعدة تدعمه في اي طريق يختاره طالما هو سعيد. وفي اليوم اللي بعده كان ارثر واقف عند شباك بيتفرج على ابوه وهو بيتدرب في الفناء. كان مهتم يشوف استخدام السحر عن قرب مرة تانية. بدأ رينولد يوجه المانا جواه، بعد شوية الصخور بدأت تطير من الارض. رينولد كان شايف ان الحركة دي عظيمة جدا، لكن الحياة بالنسبة لارثر كانت حركة ضعيفة ومثيرة للشفقة جدا، وده كان اقصى مستوى يقدر رينولد يوصله في سحر الاستدعاء. لكن السبب الحقيقي ان قدرته شكلها محدودة كده هو ان تخصصه الاساسي في الحياة هو السحر التعزيز. يعني السحر بيبقى اقوى بكتير لما يستخدم المانا جوه جسمه بدل ما يطلقها بره. ولما ارثر شاف القوة دي من ابوه اتحمس جدا انه يبدأ يتمرن هو كمان، لكن اول ما كان هيحاول ينزل من على الترابيزة علشان يبدأ يتدرب أليس قالت له ان وقت القيلولة جه. ارثر لسه ما يعرفش يتكلم فبدأ يتقوه ويشتكي وهو معدي جنب رف الكتب، لكن أليس قالت له بوضوح ان ده وقت النوم ومفيش كتب دلوقتي. في العادة ارثر ما كانش هيكسب موقف زي ده، لكن مؤخرا اكتشف حركة اسطورية، التكشير اللطيف. هو بقى محترف في استخدام براءة الاطفال كانها سلاح قوي. علشان كده رغم ان أليس كانت ناوية تحطه ينام الا انها في الاخر استسلمت وخلته يمسك كتابه ويقرا بدل القيلولة. واول ما بقى لوحده بدأ يتمرن على المانا بتاعته، وخلال السنتين اللي فاتوا بقى ماهر جدا في التحكم فيها. كان بيجمع اجزاء صغيرة من المانا في انحاء جسمه لحد ما قدر اخيرا يكون نواة مانا جواه. العملية دي كانت مرهقة جدا لكنها كانت تستاهل التعب. دلوقتي بقليل من التركيز بس المفروض يقدر يستخدم اول تعويذة سحرية في حياته، لكن ارثر غلط في حساب قوة المانا وفجأة التعويذة خرجت عن السيطرة، والنتيجة كانت كارثية. انفجار ضخم دمر البيت كله. لحسن الحظ رينولد وأليس كانوا بره وقت الانفجار، لكن قوته كانت هائلة لدرجة ان ظهر رينولد اتحرق بشدة، ومع ذلك هما الاثنين كانوا بخير. لكن بعد لحظات ادركوا الحقيقة المرعبة. ارثر كان لسه جوه البيت وقت الانفجار، فجريوا فورا ناحية الانقاذ علشان يشوفوا لو كان لسه عايش. انفجار بالحجم ده المفروض يستحيل طفل ينجو منه، لكن لما رينولد وصل للمكتبة اتجمد في مكانه من الصدمة. مش بس ارثر سليم تماما، ده كمان هو اللي سبب الانفجار. ارثر كان عنده 3 سنين بس، المفروض ما يقدرش يستخدم السحر قبل سن 12 على الاقل، ومع ذلك هو تقريبا بقى خبير في التحكم بالمانا. وقف بفخر قدام ابوه وامه، لكن في لحظة غرور دي نسي ان البيت كله بينهار حواليه، وفجأة عرضتين ضخمتين من السقف وقعوا ناحيته. حاول يجري لكن رجليه الصغيرة خانته ووقع على الارض. في اللحظة دي كان واضح ان النهاية قربت، لكن قبل ما يحصل اي شيء أليس ورينولد اندفعوا فورا ناحيته. أليس رمت نفسها فوق علشان تحميه بجسمها، بينما رينولد استخدم سحره علشان يوقف كل الحطام اللي كان بيقع عليهم. ارثر كان مصدوم شوية، دي اول مرة في حياته حد يحط حياته في خطر علشانه. اما أليس فكانت غارقة في الدموع من شدة الراحة انه بخير. ارثر نفسه ما كانش متعود ان حد يهتم بيه بالشكل ده، ولما شافها بتعيط ما قدرش يمنع نفسه وبدأ يعيط هو كمان. في حياته القديمة كان مستحيل يعمل حاجة زي دي، لانه كان مطلوب منه يكون ملك بلا رحمة. مرة قبل كده واحد حاول يغتال ارثر، وبعد ما قبضوا عليه المجلس كله اجتمع علشان يحكم عليه. مش بس كده، كانوا ناويين يرجعوا زوجته وابنه لبلدهم، وده كان معناه انهم هيتعرضوا للتعذيب والتجارب. الراجل فضل يترجى ارثر انه يرحم عيلته لانهم ابرياء وما لهمش ذنب في اللي حصل. وفي لحظة شفقة نادرة ارثر قرر يقتله فورا. دي كانت الرحمة الوحيدة اللي يقدر يقدمها في الزمن ده، لكن الايام دي بقت مختلفة. دلوقتي هو بيتدرب جنب ابوه. رينولد اقترح عليه جرب القفازات القتالية، لكن ارثر هد حياته كلها يتقن السيف ومستحيل يغير سلاحه الاساسي. ولما رينولد
شاف اصراره وقرر يمسك سيف هو كمان علشان يخلي التدريب ممتع شويه، عزز سيفه بالمانا. لكن المفاجاه حصلت في اللحظه التاليه. ارثر عمل نفس الشيء بالظبط وبسهوله شق سيف رينولد لنصين. بعد المشهد ده رينولد ادرك ان موهبه ارثر اكبر بكتير من انه يدربه بنفسه، فبدا يفكر في انه يلاقي له مدرب محترف. دخل البيت علشان يناقش الموضوع مع أليس، لكنها رفضت الفكره فورا. قالت له انه مستحيل تبعت ابنها المدينه بعيد علشان التدريب. هما كانوا متفقين من الاول رينولد يدربه على القتال وأليس تعلمه السحر، لكن رينولد قال لها ان ارثر قطع السيف المعزز بالمانا وهو لسه طفل صغير. لو هو بيعمل الحاجات دي دلوقتي يبقى هيعمل ايه لما يكبر؟ علشان كده لازم مدرب حقيقي. أليس ما قدرتش تنكر موهبه ارثر، لكنها برضه كرهت فكره انه يعيش لوحده في مدرسه في المدينه، وبسبب الخلاف ده فضلوا يتجادلوا كذا دقيقه. وفي وسط الجدال ارثر تاب من النقاش فاقترح حل بسيط. ليه ما يروحوش كلهم معاه للمدينه؟ كده هو هياخد تدريبه وهم ما يسيبوش ابنهم لوحده. الفكره ما خطرتش على بالهم قبل كده، لكنها كانت حل مثالي. فاتفقوا فورا وبداوا يجهزوا للسفر. وفي اليوم اللي بعده عربه وصلت علشان تاخدهم للمدينه. رحلتهم هتكون مع مجموعه من اصدقائهم القدامى، واللي ارثر اتعرف عليهم فورا لانهم هم اللي ساعدوا في اعاده بناء البيت بعد ما هو فجره بالغلط. المجموعه دي اسمها التوأم ذو القرنين. قائدهم ادم قدم نفسه لارثر اولا، بعده انجيلا قدمت نفسها، وهو بعدين حضنته بقوه لدرجه انه كان هيتخنق. وام أليس كانت واقفه بتضحك على المنظر. قبل ما يفقد وعيه بلحظه دوران سحبه بعيد عن انجيلا وقدم نفسه. كان شخص هادئ واكتفى انه يدي ارثر ضربه كف مرحه. وبعدين ارثر لاحظ بنت واقفه فوق العربيه ما قالتش كلمه، فالباقي قالوا له ان اسمها جاسمين. واخر فرد في الفريق كانت هيلين الراميه الماهره. بعد التعارف المجموعه ركبت العربات وبدات الرحله. واثناء الطريق أليس سالت ارثر لو متحمس لاول رحله كبيره في حياته. ارثر قال انه متحمس، لكن في داخله كان بيفكر قد ايه العالم ده بدائي. هنا الناس بتتحرك بعربيات تجرها الخيول، بينما في حياته السابقه كان يقود اسطول كامل من السفن الطائره. بعد يوم طويل في الطريق الفريق وقف يستراح ويعمل معسكر مؤقت للاكل، لكن اول ما توقفوا قطيع من الذئاب هجم عليهم فورا. الوحوش اندفعت بتهور، لكن المغامرين المحترفين قضوا عليهم بسهوله. ارثر كان مبهور بالمشهد ده، اول مره يشوف قتال حقيقي في العالم ده. وفي اللحظه دي قرر انه لازم يبقى قوي كفايه علشان يواجه مخاطر زي دي بنفسه يوما ما. وبما ان عندهم لحم ذئاب كتير دلوقتي قرروا يطبخوه للعشاء. المشكله الوحيده ما عندهمش توابل، فالعشاء هيكون مجرد لحم مشوي عادي. في اللحظه دي أليس لاحظت جرح صغير في دراع رينولد وعرضت تعالجه، لكن قبل ما تبدا جاسمين قالت لا تستنى لحظه. الفريق كله اتجمع حوالين أليس علشان يراقبوا المكان، لان المعالجين اللي عندهم قدرات زيها نادرين جدا، ولو حد شافها تستخدم سحر الشفاء ممكن تبقى هدف سهل. بعد ما أليس عالجت رينولد رجعوا لانشطتهم، لكن ادم حس انه عايز يتمدد شويه قبل النوم وقرر يختبر قوه ارثر بنفسه. مجرد اختبار ودي. ادم جهز نفسه وبدا يوجه المانا في رمحه، ومن غير تردد ارثر عمل نفس الشيء بسلاحه. اول ما القتال بدا ارثر ركز المانا في رجليه، وفي اللحظه اللي كان هيصطدم فيها بادم اختفى فجاه وظهر وراه مباشره. كانت فرصه مثاليه للهجوم، لكن رجليه الصغيره خانته اتزحلق وفقد توازنه. اللحظه دي اعطت ادم فرصه يستعيد توازنه وبداوا يتبارزوا، لكن في النهايه ارثر لسه طفل صغير، جسمه الخفيف ما يقدرش ينافس قوه مغامر محترف. وفي لحظه ادم ضربه بقوه وطار في الهواء. لحسن الحظ الفريق التاني مسكه قبل ما يقع، وبداوا يزعقوا في ادم لانه كان ممكن يأذي الطفل، لكن ادم دافع عن نفسه وقال انه ما يقدرش يمسك نفسه لان ارثر قوي بشكل غير طبيعي للطفل. كان متاكد ان رينولد دربه بتدريب عسكري خاص، لكن الحقيقه رينولد ما علموش اي حاجه من دي. ارثر اتعلم كل ده بنفسه. وفي اللحظه دي جاسمين قربت منه فجاه وخضته بدون قصد. بعد ما خلص القتال جاسمين كانت معجبه جدا بالحركه اللي عملها ارثر في المعركه، فقربت منه وسالته لو يقدر يعلمها الحركه اللي عملها لما استخدم السحر في رجليه. ارثر في الحقيقه كان ناوي يحتفظ بالتقنيه دي لنفسه لانها حركه كان اتقنها في حياته السابقه، لكن واضح ان جاسمين مش هتقبل كلمه لا بسهوله. ومن نظره عينيها كان واضح انها مش هتسيب الموضوع يعدي كده، وغالبا هتفضل تزن عليه طول الوقت لحد ما يوافق. وعشان كده عاجلا او اجلا هيضطر يعلمها. في صباح اليوم التالي الرحله كان بدأت زي ما كانت مخططه، وخلال الطريق كانوا بياخدوا شويه استراحات علشان يرتاحوا. واثناء الاستراحات دي ادم بدا يدي ارثر شويه دروس اساسيه في استخدام الرمح، وبعدها بدقايق هيلين بدات تعلمه اساسيات استخدام القوس. والمفاجاه ان ارثر يقدر يفهم الاساسيات بسرعه جدا. خبرته في حياته السابقه كانت مقتصره على السيف وبس، فالدروس الجديده كانت مفيده جدا ليه. وهنا ما شاف قد ايه بيستفيد من تعليمهم قرر يرد الجميل ويعلم جاسمين تقنيته. التقنيه كانت تعتمد على ضخ الماء في القدمين وفي نفس الوقت استخدام سحر الرياح، وده بيؤدي لزياده هائله في السرعه. المذهل ان جاسمين بعد ما شافت الحركه مره واحده بس قدرت تقلدها باتقان كامل. بعد شويه كان ارثر قاعد جوه العربه بيقرا كتاب عن السحر، لكن الغريب ان جاسمين كانت موجوده هناك هي كمان، وفضلت تبص له من غير ما تقول حاجه. واضح جدا ان وجودها مش صدفه، هي كانت بتستغل اي فرصه عشان تقرب منه. وفي صباح اليوم اللي بعده جاسمين ادت ارثر سكينه كهديه علشان تشكره انه علمها التقنيه. وفي اللحظه دي بقى واضح جدا ان عندها مشاعر ناحيته، خصوصا ان جاسمين اصلا مش من النوع اللي يقرب من الناس بسهوله. بعد شويه الكل رجع راكب العربات وكملوا الرحله، لكن بينما ارثر كان مستغرق في قراءه كتابه فجاه العربات اتعرضت لهجوم مفاجئ. مجموعه من قطاع الطرق هجموا عليهم وحصروا العربات بالكامل، هو ما بقاش في اي طريق للهروب. زعيم قطاع الطرق امر رجالته يمسكوا النساء والاطفال عشان يبيعوهم كعبيد، وفورا اندفع قطاع الطرق للهجوم. فريق التوأم ذو القرنين ومعاهم رينولد بدأوا يقتلوا بكل قوتهم
عشان يصدوا الهجوم. من ناحيه القوه الفرديه كانوا اقوى بكتير من اي واحد من قطاع الطرق، لكن المشكله كانت في العدد. قطاع الطرق كانوا كتير جدا، ومع الوقت كان واضح انهم ممكن يتغلبوا عليهم في النهايه. وفي لحظه خطيره زعيم قطاع الطرق ضرب رينولد بقوه ورماه جوه العربيه وخلى اصابته خطيره. اليس حاولت تجري علشان تعالجه، لكن رينولد حذرها تبعد فورا. لو قطاع الطرق اكتشفوا قدرتها على العلاج هتبقى هدفهم التالي. بدل كده قال ارثر ياخد امه ويهرب بعيد. ارثر تردد لانه ما كانش عايز يسيب ابوه، لكن رينولد اصر وكشف له سر مهم. اليس حامل وهي حامل فخوذ صغير لازم يحميها باي ثمن. لما ارثر فهم خطوط الموقف وافق، وبمجرد ما رينولد اعطى الاشاره ارثر جمع المنى بتاعته واستعد للهروب مع امه. اما رينولد فقرر يفضل وراه ويعطل قطاع الطرق. زعيم قطاع الطرق امر رجاله يلحقوا ارثر واليس، لكن رينولد اندفع نحوه ووقف في طريقه. الزعيم قدر يسقطه قبل كده، لكن المره دي عيلته على المحك. وفي الوقت اللي كان رينولد بيشغل زعيم العصابه بعض قطاع الطرق حاولوا يلحقوا ارثر، لكن ادم وجاسمين رموا خناجرهم بسرعه وقضوا عليهم وفتحوا طريق لارثر علشان يهرب مع امه. كل الفريق كان بيحاول يمنع قطاع الطرق من اللحاق بيه، بينما ارثر ركز كل طاقته في انقاذ امه. الموقف كان غريب بالشكل ساخر. في حياته السابقه كان بياخد كل شيء لنفسه بدون ما يهتم بحد، لكن دلوقتي هو بيجري بكل قوته بس عشان ما يخسرش حد عزيز عليه. بعد عده دقائق من الجري ارثر اعتقد ان هو ابتعد بما يكفي من قطاع الطرق، لكن للاسف كان مخطئ. واحد من قطاع الطرق كان واقف فوق جرف الصخر وبيراقبهم، والاسوأ من كده انه كان ساحر. استخدم تعويذه رياح وضربها مباشره عليهم. ارثر ما لاحظوش في البدايه، ولما انتبه اخيرا كانت التعويذه وصلت تقريبا، فكل اللي قدر يعمله انه دفع اليس بعيد واخد قوه الهجوم كامله بنفسه. انفجار الرياح قذف ارثر للخلف ناحيه حافه الجرف، ومع جسمه طفل صغير السقوط ده كان حكم بالاعدام، لكن لو هيموت مش هيموت لوحده. وهو بيقع طلع السكينه اللي اخدها من جاسمين ورماها على الساحر. السكينه اصابت قطاع الطريق والحبل الملفوف فيها اتشد حوالين كاحله، وده اعطى ارثر فرصه يسحبوا معاه ويسقطوا هما الاثنين من الجرف. المغامرين حاولوا بسرعه يستخدموا السحر عشان يمسكوا ارثر، لكن كان سقط بعيد جدا بالفعل. يعني باختصار مصيره كان الموت. واثناء سقوطه نحو النهايه بدا ارثر يفكر في حياته. الغريب انه كان حاسس براحه غريبه لانه قدر يحمي عيلته اللي بقت مهمه جدا بالنسبه له. واخيرا فهم ليه الراجل اللي قابله في حياته السابقه كان مستعد يعمل اي شيء عشان يحمي عيلته. ارثر ما ترددش لحظه انه يضحي بنفسه علشان امه، ورغم انه ما ندمش على قراره جزء منه كان يتمنى بس انه يقدر يقضي وقت اطول شويه معاهم. لكن المعجزه حصلت. بعد السقوط المميت ارثر somehow قدر يزحف من النهر اللي وقع فيه ومشي مترنح لحد ما دخل كهف، لكن اول ما رفع راسه لقى نفسه بيبص مباشره في عيون مخلوق مرعب. ندم فورا انه دخل كهف ده. حاول يعمل هجوم مفاجئ على وحش، لكن المخلوق ضربه بسهوله وهو في الهواء وقال له يهدى. المخلوق قال انه مش شرير وانه بس عايز يبقى صديق، لكن ارثر ما صدقش كلامه. وفي كل الاحوال اصاباته كانت خطيره، ولو ما اكلش حاجه جروحه مش هتلتئم. في اللحظه دي المخلوق بدا يقطف ثمار من جدار الكهف وقال له ياكلها، لكن ارثر ما كانش واثق في ثمار طالعه من جدار. حاول يقف ويتكلم، لكن فجاه جروحه اثرت عليه، ولما حاول يقف سمع صوت كسر في جسمه. وقع فورا وبدا يعيط بشده. المخلوق زعله وقال له يبطل عياط لان مجرد نجاته من سقوط ده كانت معجزه. عقل ارثر كان مليان اسئله، لكن المخلوق رفض يجاوب قبل ما ياكل الثمار. في الاول تردد، لكن اول ما عض اول حبه توت اتفاجئ انها لذيذه جدا. وبعد ما خلص الاكل سال المخلوق لو يعرف حاجه عن حال اهله. المخلوق قال انه ما يقدرش يخرج من الكهف، لكنه يملك قدره تخليه يشوف اماكن بعيده، وباستخدام قدرته ظهر قدام ارثر مشهد اهله وفريق المغامرين يقدروا يقضوا على قطاع الطرق وهم بخير. ارثر فرح جدا لما عرف الخبر ده، وشكر المخلوق لانه طمنه على اهله. وبما انه واضح انه هيقعد هنا فتره قرر يحاول يتعايش مع المخلوق الغريب. اسمها كان سيلفيا، والمفاجاه انها في الحياه طيبه جدا. خلال الايام التاليه ارثر ظل في الكهف يرتاح وياكل لحد ما جروحه بدات تشفى، وسيلفيا ما كانتش بتسيبه لحظه، كانت تراقبه باستمرار. وبعد ما استعاد قوته اخيرا ارثر اراد يرجع البيت فورا، لكن سيلفيا حذرته انه مستحيل ينجو لو رجع لوحده. الكهف ده موجود على اطراف غابه الالف، والمنطقه مليانه وحوش سحريه وقطاع طرق اخطر بكتير مما يقدر ارثر يتعامل معاهم، لكن ده مش معناه انه هيفضل محبوس هنا للابد. سيلفيا تملك قدره نادره، تقدر تفتح شق بين الابعاد، وده يعني انها تقدر ترسله لمكان امن او حتى تقربه من بيته. المشكله ان فتح الشقه ده يستغرق وقت طويل، ولحد ما يحصل ده ما قدام ارثر غير انه ينتظر. فمسك عصايه وبدا يتدرب على حركات السيف. مرت ايام اضافيه، وخلال الوقت ده بدا يعتاد على وجود سيلفيا، لكنه لسه ما يعرفش عنها اي حاجه تقريبا. كل اللي يعرفه انها تبدو كوحش مرعب وانها مختبئه من شيء ما، لكنها في الحياه طيبه جدا. وفي يوم بعد ما خلص تدريب السيف جلس على صخره وبدا يتدرب على المانع. سيلفيا كانت منبهره ان طفل صغير زي ارثر عنده بالفعل نواه مانع، لكنها كانت متاكده انه ما اتعلمش الطريقه الصحيحه للتحكم فيها. مدت ايدها وفجاه كميه هائله من المنى بدات تتجمع في كفها. ارثر انبهر بالمشهد لانها كانت تجمع المنى اثناء القاء التعويذه، ولو قدر يتعلم الطريقه دي هيبقى قوي بشكل مرعب. لكن قبل ما سيلفيا حتى تفكر تعلمه التقنيه سالته سؤال مهم: ماذا تنوي ان تفعل بكل هذه القوى عندما تحصل عليها؟ ارثر في الحقيقه ما كانش يفكر قبل كده هيعمل ايه بالقوى اللي هيحصل عليها، لكن لما بدا يفكر بجد افتكر اللحظه اللي كانت عيلته واصحابه فيها قريبين جدا من انهم يموتوا بسبب قطاع الطرق. علشان كده بص لسيلفيا وقال لها انه هيستخدم قوته عشان يدمر اي حد يجرؤ يأذي عيلته، لكن الرد ده ما عجبش سيلفيا خالص. مدت اصبعه وخبطته خبطه خفيفه على جبهته لدرجه
انها رجعته لورا وقالت له بحده انها مستحيل تشارك مهاراتها مع شخص بيفكر بالطريقه دي. ارثر حاول يجادلها وقال ان الرغبه في تدمير اعدائك شيء طبيعي، ما كانش فاهم ليه هي غداره بالشكل ده. ساعتها سيلفيا حطت اصبع واحد على جبهته وقالت له ببرود شديد بنفس اللمسه دي تقدر تكسر جمجمته زي البيضه او تلمس جلده لمسه خفيفه بس. وبعدين سالته اي واحده فيهم تفضل. طبعا ارثر ما كانش عايز يموت فقال انه يفضل اللمسه الخفيفه. ساعتها قالت له انه من السهل جدا ان الانسان يسيب افعاله تقودها الكراهيه والغضب، لكن اول ما يستسلم المشاعر دي حياته كلها تتحول لدائره فاضيه من الكره ما بتنتهيش. هي ما كانتش عايزه ارثر يضيع حياته بالشكل ده، فبصت له مره ثانيه وسالته هتعمل ايه بالقوه. ارثر سكت لحظه يفكر، لكن فجاه ظهرت قدام عينيه الصور ضحكات الناس اللي بيحبهم، وقتها رد وقال ان هدفه هو استخدام قوته عشان يحمي الناس اللي غاليين عليه. الرد ده اعجب سيلفيا جدا وكان اقرب للاجابه اللي كانت مستنياها، لكن في نفس الوقت بره الكهف مخلوق تاني شكله شبه سيلفيا جدا كان بيتتبع اثرها وكان قريب جدا من انه يوصل لها. اما في عالم ارثر القديم رغم انه كان الملك الا انه ما كانش صاحب السلطه الحقيقيه. الناس اللي كانت بتحكم فعلا كانوا اعضاء البرلمان، يعني في النهايه ارثر كان مجرد اداه حرب يستدعوه كل ما كانوا محتاجين يرتكب اعمال عنف مرعبه، وهو في الحياه ما كانش بيحب الحياه دي ابدا. نرجع للحاضر. سيلفيا بدات تعلم ارثر تقنياتها الخاصه. بعد ما وريته الطريقه طلبت منه يجرب بنفسه. بدا ارثر يجمع المنى الموجوده في الهواء حواليه ويضغطها ويركزها، وبعد ما قدر يتحكم في العمليه وجه المنى دي علشان يعزز قوته. اول ما حس بالقوه الجديده جري ناحيه سيلفيا وهو متحمس جدا علشان يشكرها، لكن فجاه سيلفيا حست ان في حد قريب، وفي لحظه ضربت ارثر ورمته وسط كومه صخور وقالت له يفضل ساكت. ارثر ما كانش فاهم اي حاجه فبص من بين الصخور، وهناك شاف مخلوق تاني شكله شبه سيلفيا. واضح ان سيلفيا كانت تعرفه واتصدمت انه قدر يوصل لهنا، لكن المخلوق التاني ما كانش جاي يتكلم، طلب منها فورا انها ترجع معاه، لكن سيلفيا رفضته. في اللحظه دي بدا الهجوم. ارثر كان عايز يدخل يساعدها لكن سمع صوت سيلفيا في دماغه بتقول له ما يقلقش عليها. المخلوق حاول يقنعها تروح معاه وقال لو ما وافقتش هيضطر يقتلها، لكن سيلفيا قالت انها تفضل الموت على انها تطيعه. وبعدها بدات تجمع المنى وكشفت شكلها الحقيقي. اتضح ان سيلفيا في الحقيقه تنين، وفي الشكل ده كانت قادره تستخدم قوه اكبر بكتير. اطلقت انفجار هائل ناحيه المخلوق لكنه قدر يصد الهجوم، وقال لها انها بتتصرف بحماقه لان جسمها في حالته الحاليه مش هيستحمل القوه دي. سيلفيا كانت عارفه انها ممكن تموت بسبب القتال لكنها ما كانتش ندمانه لانها عاشت حياه طويله وسعيده. نجحت تضرب المخلوق وتخبطه في الحائط لكنه وقف تاني وبدا يطلق وابل من الهجمات. سيلفيا بدات تتعرض لاصابات خطيره، لكن الشيء اللي كان يقلقها اكتر من نفسها هو ارثر لان القتال بقى قريب جدا من المكان اللي خبته فيه. المخلوق اطلق هجمه اخيره عليها وكانت مش قادره تتجنبها لان لو اتحركت كانت الهجمه هتصيب ارثر، فقررت تستخدم كل قوتها ووقفت الزمن مؤقتا. وفي اللحظه اللي توقف فيها الزمن نادت على ارثر وطلبت منه يخرج من مخبأه. خرج فورا لانه كان عايز يسالها عن كل اللي بيحصل خصوصا موضوع انها تنين، لكن سيلفيا قالت ان مفيش وقت وقدرتها على ايقاف الزمن مش هتستمر طويلا، ففتحت بسرعه الشق البعد اللي كانت بتعمل عليه، لكن بسبب اصابتها والقائد تعويذه بسرعه البوابه ما فتحتش ناحيه بيت ارثر، بدل كده فتحت على مكان مجهول. هي كانت عايزه تتجنب ارسال ارثر للغابه لانها خطيره، لكن دلوقتي ما عندهاش خيار، ومع ذلك كانت واثقه ان ارثر هيقدر ينجو ويرجع لوحده باستخدام التقنيه اللي علمتها له. فسالته مره ثانيه هيستخدم قوته في ايه، ومن غير تردد ارثر قال انه هيستخدم قوته بس لحمايه عيلته، والاجابه دي طمنت سيلفيا. وقبل ما يمشي قالت انها عايزه تديه شويه اشياء، فخلت قدامه بيضه وريشه وقالت له يلف البيضه بالريشه ويحافظ عليها كويس، وبعدها طبعت ارادتها في جسمه على شكل علامه على دراعه. ارثر سالها هي بتعمل ايه لكنها كانت ضعيفه جدا علشان تشرح. قالت له انه في يوم من الايام هيفهم بنفسه، لكن للاسف هي مش هتكون موجوده علشان تعلمه. وبعدين اعتذرت له وقالت له الحقيقه هي كانت تقدر ترسله لعيلته من اول لحظه وصل فيها الكهف، لكنها كانت مستمتعه بصحبته جدا وهو ما كانتش عايزه الوقت ده ينتهي، وبسبب انانيتها عرضته للخطر. ارثر كان حزين جدا لانه عارف انه ما عندوش القوه الكافيه ينقذها، حتى لو كانت تنين بالنسبه له هي بقت جزء من عيلته. قال لها انه بيعتبرها زي امه، لكن سيلفيا ضحكت وقالت له انه عنده ام بالفعل، فقال لها انها ممكن تبقى جدته. الكلام ده فاجئها لكن الفكره عجبتها جدا، طلبت منه يقولها تاني وهو كررها بابتسامه رغم حزنها انها مش هتشوفه تاني الوقت كان بيخلص. دفعت ارثر بلطف ناحيه البوابه. ارثر فهم فاخذ الهديه ومشي ناحيه البوابه، لكن في اخر لحظه تردد وبدا يطلب منها تيجي معاه، لكن ما كانش ينفع. قفلت البوابه وارسلته بعيد. رجع الزمن اتحرك تاني والهجمه ضربت سيلفيا مباشره والاصابه كانت قاتله. وقعت على الارض لكن المخلوق ما صدقش انها ماتت، كان عارف انها قويه جدا. قرب منها بحذر لكن لما قرب كفايه سيلفيا جمعت اخر ذره قوه عندها واطلقت انفجار مدمر. الهجوم حوله لرماد ودمر كل شيء حواليهم. واثناء انتقال ارثر عبر البوابه سمع صوتها للمره الاخيره. سالته لو فاكر كلامها عن الطريقه الصحيحه لاستخدام القوه. ارثر كان فاكر لكنه كان حزين جدا. قالت له ان العالم ممكن يكون مكان حزين احيانا والمواقف المؤلمه دي هتحصل من وقت للتاني، لكن علشان كده بالظبط لازم ارثر يغير العالم. هو اعترض وقال ان الشيء ضخم زي ده مستحيل عليه، لكن سيلفيا قالت انها مش بتطلب منه يغير العالم في يوم واحد، يقدر يبدا بخطوه صغيره كل مره. وفي النهايه دي مش اول مره ارثر يتحكم في مصير العالم. هي كانت تعرف عن حياته السابقه كملك، ورغم انها ما كانتش موافقه على طريقته زمان الا انها متاكده ان لو ما سمحش للكراهيه تسيطر على قلبه هيبقى ملك نبيل حقيقي.
دي، ملك يقدر يغير العالم للافضل. مر الوقت واستيقظ ارثر على الارض ووعد نفسه انه يحقق وصيه سيلفيا، لكن اول حاجه لازم يعملها هي انه يلاقي طريق يخرج من الغابه اللامتناهيه دي. بعد ما اتنقل لغابه الالف بدا رحلته للعوده للبيت، وبينما كان ماشي فجاه سمع صرخه في الغابه. الصوت كان واضح انه صوت بنت صغيره. من غير تردد ضخ المنى في رجله وانطلق بسرعه ناحيه الصوت. نط فوق فروع شجره ضخمه ومن فوق قدر يشوف المشهد بوضوح. مجموعه من قطاع الطرق كانوا ماسكين بنت صغيره كانت بتحاول تقاوم، لكنهم كتموا صوتها بايدهم لانها الف كانوا ناويين يبيعوها للنبلاء بثمن كبير بعد ما يخرجوا من الغابه. ربطوها بسرعه ورموها في العربيه، واثناء ما ارثر كان بيتفرج ذكريات قديمه رجعت له، ذكريات اليوم اللي اتهاجمت فيه عيلته من قطاع الطرق، والكلام اللي قالوها عن انهم يسيبوا النساء والاطفال بس علشان يبيعوهم بعد كده. القصه بتبدا لما الفكره دي تملى قلب ارثر بالغضب الشديد. اول حاجه جت في دماغه انه يقتل كل واحد من قطاع الطرق دول بسبب العمله القذره اللي عملوها، لكن فجاه افتكر نصيحه سيلفيا لما قالت له لازم يسيطر على غضبه وما يسمحش ليه يتحكم فيه. ساعتها وقف لحظه وحاول يهدي نفسه ويرتب افكاره. كان عارف كويس انه لو اندفع دلوقتي بتهور ممكن يعرض حياه البنت للخطر، علشان كده قرر يمسك نفسه ويستنى اللحظه المثاليه اللي يقدر يتحرك فيها. قطاع الطرق ركبوا عربيتهم وبداوا يخرجوا من الغابه، بينما ارثر كان ماشي وراهم في الصمت تام مستخبي وسط الظلال. ومع حلول الليل ما كانش قدامهم اختيار غير انهم يوقفوا يعملوا معسكر، لان الحركه في الظلام وسط الغابه كانت شبه مستحيله. ارثر بدا يفكر هل يفضل يراقبهم لحد ما يوصلوا مدينه البشر ولا يهجم دلوقتي، لكن فجاه سمع واحد من قطاع الطرق بينبهها قد ايه البنت الصغيره جميله. في اللحظه دي ارثر حس انه خلاص ما ينفعش يستنى اكتر من كده، ما قدرش يسيب البنت في ايديهم ثانيه واحده زياده، ومع ذلك كان عارف انه لازم يستنى لحد ما الليل يظلم اكتر قبل ما يتحرك. فقعد في مكانه وبدا يتامل ويهدى عقله ويجهز نفسه للهجوم. ولما الظلام سيطر كويس على المكان فتح ارثر عينه وبدا يرسم خطه الهجوم. وقتها لاحظ ان قطاع الطرق معاهم شويه كلاب غابه مربوطه بسلاسل. الغريب ان الكلاب دي كانت بتنفذ اوامر البشر من غير اي لما دقق اكتر لاحظ ان كل كلب لابس طوق سحر في رقبته بيجبره على الطاعه، ودي حاجه ممكن يستغلها. ارثر رمى شويه حجاره ناحيه الذئاب علشان يهيجهم. على طول الكلاب بدات تعوي، فزعيم قطاع الطرق امر واحد من رجاله يروح يشوف في ايه. الراجل قام بسرعه وراح ناحيه الكلاب، ولما لقى واحد منهم بيعوي ركله بعنف في رقبته علشان يسكت، لكن في اللحظه اللي اتشتت فيها انتباه ارثر استغل الفرصه فورا. استدعى سيفه السحر وقفز من ورا الراجل، وخلال ثواني قليله كان الراجل واقع ميت بعد ضربات سريعه. ارثر مسك سلاحه ولما جه واحد تاني يشوف الصوت قفز على ظهره وقطع رقبته. كده اتخلص من 2 من قطاع الطرق، لكن جسمه بدا يتعب بسرعه فكان لازم ينهي الموضوع بسرعه. في اللحظه دي ظهر واحد تالت علشان يشوف حصل ايه لاصحابه، فحاول ارثر يقضي عليه فورا لكن الضربه جت رجله بس. الراجل صرخ بصوت عالي ودخلنا الباقي يعرفوا ان في حد موجود. زعيمهم فهم فورا ان ارثر ساحر وعارف ان القتال ده مش هيكون سهل، لكن في نفس الوقت ما كانش عايز يموت لان بيع طفل ساحر في السوق السوداء هيجيب فلوس اكتر حتى من البنت الالفيه. الزعيم بدا يجمع الطاقه السحريه في دراعه وهجم على ارثر بضربه قويه. ارثر قفز لورا بسرعه وحاول يرد بركله، لكن الزعيم تفاداها بمهاره. حاول يفاجئه ورمى السكينه بتاعته، لكن الزعيم مسكها في الهواء وقلبها ضده. بعدها رمى ارثر على الارض ورفعه من رجلها علشان يسخر منه، وقال انه عمره ما هيقدر يهزم راجل بالغ بالقوه الجسديه. ارثر كان عارف ان كلامه صح فقرر يغير خطته ويستخدم السحر. رمى كره نار مباشره على ركبه الزعيم. الراجل صرخ من الالم، وفي نفس اللحظه ارثر غرس السكينه في جمجمته وانهى حياته. بعد ما خلص على باقي قطاع الطرق ما فضلش غير المصاب. ارثر قضى عليه بسرعه وبعدها جرى على العربه علشان يطمن على البنت. البنت كانت طول الوقت معصوبه العينين ومش عارفه ايه اللي حصل. ارثر طمنها وقال لها ان قطاع الطرق اختفوا وانها دلوقتي في امان واسمها كان تيسا. ولما ساعدها تنزل من العربه قال لها انها حره تقدر ترجع بيتها، لكن تيسا لاحظت الدم على ايد ارثر وقلقت عليه جدا. ارثر فهم ان الاطفال عاده بيتوتروا لما يشوفوا الدم، فمش هيكون كويس انها تشوف الجثث اللي على الارض. طلب منها تستنى شويه وغطى كل الجثث بقماش. بعدها سالت تيسا عن الرجاله اللي خطفوها. ارثر محبش يقول انه قتلهم، فقال بس ان حصل لهم حادثه صغيره ومش هيضايقوها تاني. البنت ما سالتش اكتر من كده، فراح ارثر جاب حاجتها من العربيه وسلمها لها، وبعد ما ودعها بسرعه بدا يمشي لانه لسه قدامه طريق طويل لحد ما يرجع بيته. لكن فجاه تيسا مسكت دراعه وطلبت منه ما يمشيش لانها خايفه جدا تبقى لوحدها. لو سابها هنا ممكن تبقى فارسه لوحوش الاشجار اللي عايشه في الغابه. سالها لو تعرف الطريق لبيتها، قالت انها عارفه الاتجاه بس مش عارفه المسافه قد ايه. ارثر ما كانش مبسوط بالفكره لكنه عارف جواه ان تيسا مش هتقدر تعيش الرحله لوحدها، فمضطر وافق يوصلها. بص على كلاب الغابه وفكر لحظه يستخدمهم علشان يسرعوا السفر، لكن لانه ما يعرفش يسيطر عليهم قرر يسيبهم. لكن تيسا اصرت انهم على الاقل يشيلوا الاطواق السحريه من رقبتهم علشان يرجعوا للغابه. ارثر حذرها انهم ممكن يبقوا عدوانيين بعد ما الاطواق تتشال، لكنها قالت انها مش خايفه لانها ما اذتهمش قبل كده، وبصفتها عايشه في الغابه فهي شايفه ان من واجباتها تهتم بالمخلوقات اللي فيها. وفي النهايه شالت الاطواق من الذئاب، وكما توقعوا الذئاب مشت بهدوء ورجعت للغابه. ثاني يوم الصبح بدا ارثر وتيسا رحلتهم ناحيه قريه الالف، وبعد شويه مشي وقفوا علشان ياكلوا. ارثر عمل حساب بسيط من اللحم المجفف والملح وقال لها لازم تاكل علشان محتاجه طاقه للطريق الطويل. تيسا استغربت طعم الحساء لانه بسيط جدا ومش لذيذ قوي لكنه افضل من الجوع. سالته تيسا ايه اللي جابه لغابه الشاير لان وجود انسان هنا نادر جدا خصوصا طفل لوحده، فشرح لها انه اتفرق عن عيلته بطريقه ما ولقى نفسه في المكان ده. بعد كده سال عن الحياه في مملكه الينا، فقالت انها بتحبها جدا. اهلها غالبا
غالبا مشغولين بالشغل، فمعظم وقتها بتقضيه مع خادمتها وجدها. وصلوا الرحله، لكن لان تيسا مش عارفه المسافه الحقيقيه لقريتها كان صعب يعرفوا الرحله هتاخد قد ايه. والاسوأ ان الذئاب اللي اطلقتهم تيسا كانوا ماشيين وراهم من فتره طويله. وارثر بدا يندم انه ما قتلهمش لما كان عنده الفرصه. في الليل قرر ارثر يسهر بره الخيمه ويحرس علشان الذئاب ما يهاجموهوش وهم نايمين. لكن بعد شويه تيسا طلعت راسها من الخيمه وطلبت منه يدخل ينام. قال لها انه مش تعبان وهيفضل يحرس، لكنها كانت خايفه جدا تبقى لوحدها فترجته يدخل. في الاخر وافق ارثر، لكنه فضل واقف يحرس من جوه الخيمه علشان يطمنها. حاولت تبان شجاعه لكنها اصرت انه يفضل قريب منها طول الوقت. قبل النوم سالته بفضول عن مملكه البشر، وقالت انها سمعت ان كل البشر فاسدين وبيتجوزوا اكتر من زوجه. ارثر اتفاجئ وسالها سمعت الكلام ده منين، فقالت ان جدها هو اللي قال لها. ارثر اعترف ان في ناس كده فعلا، لكن معظم البشر عاديين ومحترمين. تيسا صدقته فورا وبعدها اتقلبت على جنبها ونامت بسرعه. تاني يوم الصبح صحوا وكملوا السفر. خلال الايام اللي فاتت تيسا بدات تتعلق بارثر اكتر، وبعد ما ذكريات تجار العبيد بدات تختفي من دماغها بقت اسعد شويه. لكن مهارات البقاء عندها كانت ضعيفه جدا، حتى لما وصلوا النهر ما قدرتش تعدي لوحدها واضطر ارثر يشيلها ويعدي بيها. وفجاه ارثر حس بألم شديد في صدره ومش فاهم سببه ايه. تيسا قلقت جدا وجريت تدور على اعشاب طبيه ممكن تساعده، لكن ارثر كان حاسس ان الموضوع مش مجرد مرض عادي. وبينما كان مستند على شجره علشان يثبت نفسه ظهر فجاه واحد من الذئاب اللي شافهم قبل كده. ارثر اتوتر لانه مش قادر يدافع عن نفسه لو الذئب هاجمه. بعد شويه رجعت تيسا بالاعشاب، فحذرها ارثر تبعد لان الذئب ممكن يكون خطر، لكن لدهشته الذئب رمى خنزير بري ميت قدامه ومشي به. ارثر احتار من اللي حصل، لكن تيسا قالت يمكن الذئب كان بيشكره لانه ساعدهم قبل كده. في المساء عمل معسكر واكلوا لحم مشوي على النار، وكان طعمه احسن بكتير من الحساء، وتيسا حبيته جدا. وكانت لقت قبل كده شويه فطر وهي بتدور على اعشاب فشاركتهم مع ارثر، لكن للاسف كان المفروض يرفض الفطر الغريب ده لانه خلاه يعاني من اسهال شديد. وبعد ما خلص ارثر من المشكله دي كان مرهق جدا وقرب يغمى عليه من التعب، لكن تيسا فضلت تحكي معاه وبدات تقول له ان جدها كان دايما يقرا لها كتب وقصص عن ممالك البشر والاقزام، وده كان بيخليها تحلم انها تزور الاراضي دي يوم من الايام. للاسف تيسا ما جالهاش الفرصه ابدا تحقق الحلم ده، لان الالف طول عمرهم حذرين جدا من باقي الاجناس خصوصا البشر. وفجاه تيسا لاحظت ان ارثر اصلا ما كانش سامع اي كلمه من اللي قالتها، لكنها فهمت انه بس تعبان ونعسان، فقامت غطته ببطانيه وقالت له تصبح على خير. تاني يوم الصبح كملوا رحلتهم، لكن الالم اللي في صدر ارثر بدا يزيد اكتر واكتر. تيسا اعتذرت لانها مش عارفه تعمل حاجه تخفف عنه، لكن ارثر طمنها وقال لها ان الموضوع مش خطير. بعدها غيرت الموضوع وسالته لو ينفع تناديه ارت، وقالت انها بقت تعتبر صديقها دلوقتي، خصوصا بعد الوقت الطويل اللي قضوه سوا واللي خلاهم يقربوا من بعض اكتر. ارثر قال لها انه ما عندوش مشكله يكونوا اصدقاء، وده خلى تيسا تستغرب قد ايه هو واخد الموضوع ببساطه. ساعتها ابتسم ارثر بمكر وقال بشكل درامي انه هيعتذر كل ثانيه تيسا تعتبره فيها صديقها، لكن طريقته الهزاريه ضايقتها شويه فقالت له يبطل يتصرف زي الاطفال. ارثر ضحك لانه شاف الموضوع مضحك ان تيسا هي اللي بتقول له طفل، خصوصا انها كانت من شويه بتترجى يفضل جنبها لانها كانت خايفه، لكن تيسا اصرت ان ده موضوع مختلف تماما. وبعد ما خلصوا الكلام ده ارثر ادرك حاجه مهمه جدا. تيسا كانت اول صديق حقيقي في حياته. في عالمه القديم الناس كانوا بيخافوا منه جدا، وعمره ما كان عنده حد يقدر يعتبره صديق لحد دلوقتي. في اللحظه دي تيسا لاحظت حاجه مألوفه قدامها، فنادت ارثر يجي يشوف. ارثر مشي ناحيتها وهو متحمس لانه افتكر انه اخيرا ممكن يكون لقى اهله، لكن بدل كده لقى شجره ضخمه جدا وفي جذعها بوابه غريبه. تيسا قالت له ان دي البوابه اللي بتدخل لقريه الالف، وبعدها مدت ايدها وقالت له يجي معاها، لكن للاسف الالف ما زال عندهم كراهيه كبيره للبشر. واول ما ارثر دخل قريه الالف اتقبض عليه فورا. الحراس حطوا سيوفهم على رقبته وكانوا مستعدين يقتلوه في اي لحظه. ارثر بص لتيسا وهو مستناها تتكلم وتدافع عنه، لكن الصدمه الكبيره انها فضلت واقفه تبص له ببرود من غير ما تقول كلمه واحده. المشهد دخل لارثر يبدا يشك ان تيسا خدعته وجابته هنا عمد علشان يقع في فخ، وما كانش مصدق انه صدق فكره ان حد ممكن يكون صديقه بصدق، خصوصا ان في حياته السابقه اتعرض لخيانه كتير. ولما الحراس كانوا خلاص على وشك يقتلوه تيسا واقفه ساكته، اتضح ان تيسا اصلا ما خانتهوش. ما حدش عارف ليه فضلت ساكته لحد اللحظه دي، لكن اول ما سمعت الحراس بيقولوا انهم هيقتلوا ارثر صرخت فيهم فورا وطلبت منهم يقفوا. واحد من الحراس اعترض وقال ان الولد مجرد انسان متوحش، لكن تيسا ردت بقوه وقالت ان ارثر مش خطر على حد، بل بالعكس هو السبب الوحيد انها رجعت بيتها سالمه. المفروض ان كلام تيسا كان كفايه يخلي الحارس يعيد التفكير، لكنه تجاهل كلامها وقال ان اكيد ارثر خدعها وخلاها تصدق انه شخص كويس، ومع ذلك كان لسه ناوي يقتله. لكن قبل ما ينفذ حكم الاعدام تقدم راجل عجوز الامام وامرهم فورا يسيبوا الولد اسمه فيان، وهو جد تيسا والملك السابق لقبيله الالف، وكان شخص حكيم واعقل بكتير من الباقي. فيان صدق كلام تيسا لما قالت ان ارثر هو اللي انقذ حياتها، واعتذر له كمان عن المعامله القاسيه اللي تعاملوا بيها معاه. لكن في نفس الوقت كان الموضوع غريب شويه، لان الاميره المختفيه رجعت فجاه ومعاها ولد غريب. ارثر ارتاح لانه مش هيتقتل، لكنه اتصدم لما عرف ان تيسا اميره، لان طول الرحله معاها ما قالتلوش حاجه عن الموضوع ده خالص. وفي اللحظه دي وصل والدي تيسا بعد ما عرفوا ان بنتهم رجعت اخيرا. تيسا جريت فورا في حضنهم وهي سعيده جدا انها شافتهم بعد كل ده، ولو تيسا اميره يبقى طبيعي ان اهلها هم ملك وملكه لينوار، لكن للاسف ما كانوش عقلانيين زي فيان. اول ما بقى شاف ارثر سال بغضب ليه انسان متوحش واقف في مملكته، وامر الجنود يقبضوا عليه ويقتلوه فورا. لكن المفاجاه ان ولا جندي نفذ الامر، رغم ان الملك الحالي فيان كان بالفعل امر قبل كده ان ارثر ما يتاذيش، وكل الجنود كانوا خايفين جدا يعصوا اوامر فيان. العجوز تدخل وذكر الملك ان ارثر
ارثر هو اللي انقذ تيسا ورجعها بسلام، وده معناه انه ما ينفعش يعاملوه كعدو. تيسا كمان اصرت ان ارثر لازم يتعامل كضيف شرف في القصر مش كسجين، لكن ابوها كان متردد لان دخول البشر لمملكه الالف ممنوع تماما، ناهيك عن دخول القصر الملكي. ومع ذلك فكره انه يتعامل مع غضب تيسا لو رفض كانت مرعبه بالنسبه له، فوافق على مضض انه يعامل ارثر بكرم الضيافه. وبعد ما سوء الفهم اتحل الكل استعد يروح القصر، لكن قبل ما يمشوا فيان قال لارثر انه عايز يتكلم معاه لوحدهم بعدين. بعد شويه ارثر كان حاسس بحذر من فيان لانه قادر يحس بالقوه الهائله اللي عند الراجل العجوز ده، لكن ما لحقش يفكر كتير لان تيسا مسكته بسرعه وبدات توريه المملكه. دي كانت اول مره ارثر يشوف مملكه الالف، وكان منبهر قد ايه مختلف عن مملكه البشر، لكن الكراهيه للبشر كانت واضحه جدا. كل الف يعدوا جنبهم كانوا يقفوا شغلهم ويبصوا على ارثر بنظرات غريبه، ورغم كده محدش كان يجرؤ يهينه لانه دلوقتي ضيف رسمي للعائله الملكيه. الشخص الوحيد اللي كان بيعامل ارثر بلطف حقيقي كانت تيسا، لكن رغم ده كله ارثر ما قدرش يبطل يفكر ليه تيسا تاخرت في الدفاع عنه لما الحراس كانوا على وشك يقتلوه. وفجاه الالم في صدره رجع تاني، وكان بيزيد يوم بعد يوم، ومع ذلك لسه مش عارف سببه ايه. ولما وصلوا القصر تيسا استقبلها خدامها بحفاوه وقالت لهم فورا ان ارثر لازم يتعامل باحترام ولطف حتى لو كان انسان. وبعد ما خلص الكلام ده بصت لارثر وسالته لو حابب يلعب معاها شويه، لكن ارثر قال الافضل يستنوا لانه متاكد ان والديها عايزين يسمعوا كل التفاصيل عن اللي حصل معاها وازاي رجعوا سالمين. راحوا كلهم لغرفه الاجتماع وعلشان المناقشه تبقى رسميه طلبت تيسا يجيبوا شاي وحلويات. بعد ما تقدمت الضيافه ابو تيسا بدا يعرف نفسه رسميا، قال انه اسمه الدواين وهو ملك مملكه الينوار، وزوجته اسمها موريل، وطبعا والده هو فيان. بعدها ارثر عرف نفسه قال انه مجرد ولد من مدينه صغيره في مملكه سابين، وكان عارف كويس ان انسان زيه عاده ما يسمحلوش يدخل مملكه الالف اصلا، ناهيك عن مقابله العائله الملكيه فشكرهم على كرم الضيافه. الدواين اتفاجئ قد ايه ارثر هادي وناضج رغم السن الصغير، لكن الاهم بالنسبه له انه يسمع القصه كامله عن اختفاء تيسا. ارثر حكى كل اللي حصل من وقت ما اتفرق عن عيلته بسبب هجوم قطاع الطرق ولحد ما لقى نفسه عن غابه الالف، لكنه ما ذكرش اي حاجه عن مقابلته مع سيلفيا في الكهف. بعدها شرح اللحظه اللي قابل فيها تيسا وقال انه لقاها وقت ما تجار العبيد كانوا بيخطفوها. الدوان غضب جدا ان البشر يجرؤوا يحاولوا يبيعوا بنته كعبده، لكن ارثر رد بهدوء وقال ان الالف كمان شاركوا في تجاره العبيد قبل كده، يعني الجريمه مش حكر على البشر. بعدها فيان ساله ازاي قدر ينقذ تيسا من تجار العبيد، فرد ارثر ببساطه انه قتلهم كلهم. واحد من الحراس صرخ وقال ان ده مستحيل، طفل ما يقدرش يهزم تجار عبيد لوحده، لكن فيان اسكته فورا وحذره انه ما يكررش الكلام ده تاني لانه شاف ان ارثر ما بيكذبش. الدوان قال انه يميل لتصديق قصته. بعد الكل ما فهم اللي حصل ارثر قال انه عنده طلب، قال انه زي ما وضح قبل كده هو تاه في الغابه بعد هجوم قطاع الطرق، فبيتمنى انهم يساعدوه يرجع لبيته. الدوان غضب لان انسان يطلب معروف من العائله الملكيه الالف، لكن بما ان ارثر انقذ تيسا ورجعها سالمه فمن العدل انهم يردوا الجميل، غير كده لو رفض كان هيضطر يتحمل غضب تيسا، فوافق على مضض يساعده. لكن المشكله ان بوابه الانتقال اللي بترجع لمملكه سابين مقفوله دلوقتي ومش بتتفتح غير مره كل 7 سنين اثناء اجتماع قاده الممالك الثلاثه، وبما ان اخر اجتماع كان من سنتين يبقى ارثر لازم يستنى 5 سنين كمان علشان البوابه تشتغل. لكن ارثر مش مستعد يستنى المده الطويله دي، وفي نفس الوقت الدوان كمان مش عاجبه فكره ان انسان يعيش في مملكه الالف لمده 5 سنين كامله. بعد ما ارثر طلب المساعده علشان يرجع لبلده قرر الملك الدوان يبعت مجموعه من الجنود يرافقوه لحد مملكه سابين. هو في الحقيقه كان عايز يتخلص من وجوده في مملكه الالف باسرع وقت ممكن، لكن بما ان الوقت كان اتاخر قال له انه يقدر يقضي الليله في القصر ويغادر الصبح. ارثر شكره على مساعدته لكن الالم اللي في صدره كان بيزيد اكتر واكتر، وفيان لاحظ فورا ان في حاجه غلط معاه. بعد شويه جهزوا له غرفه في القصر. ارثر كان بياخد حمام علشان يرتاح لكن الالم ما وقفش، بالعكس كان بيزيد لدرجه انه بدا يخاف انه ممكن يموت. بعد ما خلص الحمام خرج للبلكونه ياخد شويه هواء يمكن الالم يخف. فعلا حس بتحسن بسيط، لكن كان لازم يعرف سبب الالم ده قبل ما يحصل له حاجه خطيره. وهو واقف بص لفوق فشاف تيسا واقفه مع الاف البلكونه اللي فوقه. المنظر ده خلى ارثر يفتكر اهله. لحد دلوقتي ما يعرفش هل رينولد واليس نجوا من هجوم قطاع الطرق ولا لا، لكنه عارف قد ايه هم اقوياء فغالبا يقدروا ينجوا. رغم كده كان نفسه جدا يكلمهم دلوقتي. في اللحظه دي تيسا لاحظت ارثر وشافت ان شكله حزين، فبعد ما خلصت كلام مع اهلها نزلت علشان تكلمه. اول ما وصلت اعتذرت عن الطريقه السيئه اللي ابوها تعامل بيها معاه، لكن ارثر قال لها انه متفهم الموضوع لان في حروب بين البشر والالف بقالها سنين طويله، فطبيعي ان الملك ما يثقش في انسان بسهوله خصوصا لما الموضوع متعلق ببنته. الكلام عن الاهل خلى ارثر يفكر في اهله تاني، وبدا يقلق انهم ممكن ما يكونوش سعداء لما يشوفوه لان الرحله كلها كانت علشانه ممكن يلموه على اللي حصل. كمان هو حاسس انه فشل لما ما قدرش يحمي عيلته وقت هجوم قطاع الطرق. لكن فجاه تيسا مسكت وشه وهزت راسه وقالت له ان حتى لو هي ما تعرفش اهله لكنها متاكده انهم لو شبه اهلها اكيد هيكونوا سعداء جدا لما يشوفوه تاني. في اللحظه دي الممر اتملى بضوء يرعات الطايره، ومع نورها الجميل بدا ارثر يتخيل ابتسامه اهله. من وقت ما اتولد من جديد في العالم ده اهله عمرهم ما حسسوا انه غريب محبوب، فليه هو خايف انهم يكرهوه بسبب اللي حصل؟ ساعتها ادرك انه كان طول الوقت متاثر بذكريات حياته السابقه اللي خلته يشك في الناس بسهوله، حتى انه شك في تيسا قبل كده. لكن لما بص لها دلوقتي شاف مجرد بنت بريئه مستحيل تاذي صديقها. فجاه ارثر حس بحاجه طايره بسرعه ناحيه تيسا، اتحرك فورا ومسكها في الهواء وفعل المنع استعدادا يهاجم اللي رماها. لكن المفاجاه ان اللي رماها كان فيان نفسه. ارثر استغرب جدا وسال ازاي ممكن يحاول ياذي حفيدته، لكن فيان ضحك وقال انه ما كانش يقصد يأذيها
يأذيها اصلا، اللي رماه كانوا مجرد يرعات صغيره مضيئه، وحتى لو لمستها تيسا ما كانتش هتحس بحاجه، لكن هو كان عايز يشوف رد فعل ارثر، وفعلا انبهر بسرعه رد فعله. تيسا جريت ووبخت جدا انه يبطل يضايق ارثر، لكن فيان قال انه ما جاش علشان كده. هو لاحظ حاجه مميزه في ارثر وعايز يعمل معاه قتال تدريب بسيط يشوف قوته الحقيقيه. استدعى سيف من المنى وادى لارثر، وبعدين بعد تيسا بعيد علشان ما تتاذيش. ارثر قبل التحدي وهجم، لكن فيان كان اسرع بكتير. حتى لما ارثر زود سرعته بالمنى ما قدرش يلحقه، ولما ارثر افتكر انه لا فرصه يضربه، فيان كسر سيفه بضربه واحده من كفه. قطعه من الخشب المكسوره طارت ناحيه تيسا، فارثر رمى الجزء اللي بقى من السيف عشان يصدها ويحميها. بعدها هجم باستخدام المنى مباشره، لكن فيان رد بمنى اقوى بكتير. الفرق في القوه كان واضح جدا، ورغم كده ارثر ما استسلمش. بعد ما اتضرب واترمى بعيد قام فورا وهجم تاني وضرب فيان في جبهته. الضربه ما عملتش ضرر كبير، لكن فيان اتفاجئ انه قدر يخترق دفاعه ويصيب ضربه فعلا. كان متحمس يكمل القتال، لكن فجاه تيسا قرصته في ظهره ووبخته انه بيضايق ارثر قال ان الموضوع عادي، بل بالعكس هو متشرف ان شخص قوي زي فيان يعتبره خصم يستحق القتال. ساعتها فيان قال حاجه مفاجاه، قال انه عايز ارثر يبقى تلميذه. ارثر اتصدم وساله اذا كان بيتكلم جد، لكن واضح ان فيان ما بيهزرش. ارثر اتردد لانه لسه ما قدرش يطمن اهله انه حي، لكن فيان قال له انه يعرف طريقه تخليه يتواصل مع اهله فورا. قبل ما ارثر يرد القلم ضرب صدره تاني بقوه. ساعتها فيان فهم السبب، قال له ان ارثر حصل له اراده وحش، ولو ما وافقش يبقى تلميذه يتعلم يسيطر عليها، القلم ده ممكن يقتله في النهايه. والخبر ده كان مرعب. حاول ارثر ينام، لكن النوم ما جاش بسهوله. خوفه من الموت ومن انه يبعد عن اهله خلاه يحلم بكابوس مرعب في شيطان بيعذبه. وفجاه سمع صوت بيناديه. لما فتح عينيه لقى تيسا فوق بتحاول تصاحبها على فتره، وهو طول الوقت بيتمتم من وحش. طلبت منه يجهز بسرعه لان فيان مستنيه بره. لبس هدومه وتيسا سالته اذا كان فعلا ناوي يفضل هنا ويتدرب مع جدها. ارثر قال انه لسه ما قررش، القرار كله بيعتمد على حاجه واحده، هل فيان يقدر فعلا يخليه يكلم اهله ولا لا. لو قدر يطمنهم انه بخير ده هيكفيه. بعد ما جهزوا نزلوا سوا، لكن قبل ما يخرجوا سمعوا الدوان بيتخانق مع فيان. الملك كان رافض تماما فكره ان ارثر يفضل في مملكه الالف، ده بيكسر تقاليده عمرها مئات السنين. لكن فيان ما كانش مهتم برايه، هو عاجب بارثر وقرر يخليه تلميذه مهما حصل. تيسا حاولت تدافع عن ارثر، لكن ابوها رفض يسمع. اما فيان فكان غير مهتم براي حد، وقال لارثر وتيسا يركبوا العربه لان عندهم مكان لازم يروحوه. في الطريق الرحله طولت جدا لدرجه ان تيسا نامت. ارثر سال فيان هل لسه الطريق طويل، لكنه المره دي ده جدي. فيان استغرب انه بطل الرسميات بسرعه، لكنه ما اتضايقش. بالعكس لو ارثر بقى تلميذه فده معناه انه تقريبا هيبقى فرد من العيله. كمان كان سعيد ان تيسا اخيرا عندها صديق، لانها الوحيده اللي هترث العرش، ومعظم الاطفال كانوا بيبعدوا عنها. حتى اللي قربوا منها قبل كده خيبوا املها بطريقه ما، فبقت صعب تثق في الناس. لكن مع ارثر دايما بتكون سعيده. وارثر نفسه عنده مشاكل في الثقه بسبب حياته السابقه، لكن لما يبص لفيان يحس انه شخص طيب يقدر يعتمد عليه. اخيرا وصلت العربه صح وتيسا ونزلوا. وارثر كان فضولي يعرف مين الشخص اللي جايين يقابلوه، لان اكيد شخص مهم جدا لو فيان سافر كل المسافه دي علشانه. فيان راح بسرعه ناحيه الباب وخبط عليه وهو بيصرخ يا ريني اطلعي فورا، وقرب ودنه من الباب يسمع اي حركه. وفجاه الباب اتفتح بقوه خبطه في وشه. بعد ما رجع لوعيه وقدم رينيا وقال انها ساحره عندها قدرات نادره جدا، وبسبب مهاراتها الخاصه فيان واثق انها تقدر تساعد ارثر يتواصل مع عيلته. في البدايه الست رحبت بيهم وقالت لهم يدخلوا عشان يقدروا يبداوا فورا. اول ما ارثر دخل وبص حواليه اتفاجئ ان المكان عادي جدا، بيت بسيط ما فيهوش اي حاجه مميزه غير جرد الميه محطوطه على الترابيزه. المنظر كان غريب شويه وخلى ارثر يسال نفسه ازاي اصلا الست دي ناويه تساعده. ساعتها ريا بدات تشرح وقالت انها بتنتمي لنوع نادر جدا من السحره اسمهم الديفينرز، وبما انها من سلاله الغزلان عندها قدره غريبه تقدر من خلالها تبص في ماضي ومستقبل الناس. اول ما استخدمت قدرتها على ارثر حست فورا ان الولد ده مش طفل عادي خالص، اجزاء كبيره من الماضي كانت كانها متغطيه ومش قادره تشوفها، وحتى لو قدرت تشوف اكتر فهمها برضه هيبقى محدود، لان قدرتها بتديها بس لمحات سريعه ومكسره من الذكريات. لكن ارثر اصلا ما جاش عشان حد يشوف ماضيه، هو كان عايز حاجه واحده بس، يطمن اهله انه لسه عايش. رينيا زقت الجرد اللي الميه ناحيته وقالت له يركز بكل تفكيره على ابوه وامه علشان النتيجه تبقى احسن. وبعدها بدات تستخدم سحرها، وفي لحظات قليله صوره من حياه اهله بدات تظهر قدام ارثر. شاف امه اليس وهي لسه مخلصه طبخ حله كبيره من اليخنه للعشاء، كميه اكل اكبر بكتير من الاثنين بس يقدروا ياكلوه. الاكله دي كانت المفضله عند رينولد، لكن الحقيقه ان ولا واحد فيهم قادر يستمتع بيها دلوقتي لان ارثر مش موجود معاهم. بالنسبه لهم كان ممكن يكون مات بعد السقوط المرعب من فوق الجرف. الاحساس بالذنب كان مدمر رينولد لدرجه انه تقريبا وقع في الادمان على الخمر، لكن مع ان مراته حامل وبتحتاجه جنبها ما كانش قدامه غير انه يوقف البحث عن ابنه ويرجع للمدينه. هناك قدر يلاقي شغل، وخلال كام اسبوع بس اشتغل لحد ما جمع فلوس كفايه يشتري بيت. بس رغم كل ده ما فيش اي نجاح او راحه قدرت تمسح الالم اللي سايبه غياب ارثر. وفجاه الاثنين سمعوا صوت ارثر، كانوا سامعينه بوضوح لكن مش شايفينه. ارثر طمنهم وقال لهم انه لسه عايش وبخير، وانه حاليا موجود في مملكه الالف الينوير. اعترف ان هو نفسه مش فاهم بالظبط ازاي الموضوع شغال، لكن بمساعده صديق ليه قدر يستخدم نوع نادر من السحر عشان يكلمهم من المسافه دي. قال لهم انه نفسه يرجع البيت لكن دلوقتي ما ينفعش، في مشكله في جسمه ولو ما خدش علاج مناسب مش هيعيش. ومع ذلك وعدهم انه اول ما يتعالج ويرجع يقف على رجله هيرجع لهم فورا، بس للاسف مش عارف قد ايه العلاج ده هياخد وقت. وبرضه طلب منهم ما يحسوش باي ذنب على اللي حصل، لان القرار ده كان قراره هو، ولو الزمن رجع بيه تاني وكان لازم يختار نفس الاختيار علشان يحمي عيلته هيعمله من غير تردد. رينولد واليس كانوا في منتهى السعاده لما عرفوا ان ابنهم لسه عايش، لكن بالنسبه لارثر
لحظه الوداع التانية دي خلت الدموع تملى عينيه، ومع ذلك كان ممتن انه قدر يكلمهم تاني، ووعد نفسه انه مش هيخليهم يقلقوا عليه بالشكل ده تاني ابدا. وعشان يقدر يوفي بالوعد ده هو عارف كويس انه لازم يبقى اقوى بكتير، علشان كده راح مباشره لفيريون وطلب منه يبقى تلميذه. دلوقتي كل اللي فاضل انهم يقنعوا الدوين يسمح لارثر يعيش في القصر. الدوين كان رافض الفكره تمام بسبب كروه شديد للبشر، لكن تيسا ذكرته ان ارثر هو اللي انقذها، ولو طرده دلوقتي هيبان كالف جاحد. رغم كده الدوين حاول يجادل وقال ان وجود انسان جوه مملكه الالف ممكن يسبب مشكله كبيره لو حصل اي حاجه غلط، لكن فيريون كان بالفعل متوقع الاحتمال ده، وقال لالدوين يعني ان قدام الكل ان ارثر بقى تلميذه الرسمي، وبسلطه فيريون محدش هيجرؤ يعترض او يشتكي من وجود ارثر هناك، وهكذا هتسمح لارثر رسميا يعيش في القصر الملكي. بعد ما الاجتماع خلص الدوين قرب من ارثر واعتذر له على طريقته قبل كده. صحيح هو مش بيحب البشر عموما، لكن ارثر باين عليه ولد طيب، وكمان بما انه انقذ تيسا فواجب عليه كابوها انه يرد الدين ده، وقال له انه يقدر يعتبر نفسه من دلوقتي جزء من العيله. ارثر اتفاجئ شويه من التغيير السريع في موقف الدوين وموريل، لكن لما افتكر ان فيريون وتيسا دافعوا عنه كتير الموضوع بقى منطقي. شكر الدوين وقال له انه شرف كبير ليه انه يتقبل في القصر الملكي، لكن تيسا قطعته وقالت ان ده مش كفايه، لو هم فعلا مرحبين بيه يبقى لازم يسمحوا له يلعب معاها بره. وبما ان الدوين وافق خلاص على وجود ارثر ما كانش عنده اي مانع انهم يلعبوا سوا. اول ما اخذت الاذن تيسا مسكت ايده وسحبته مع اهل المدينه عشان تفرجوا عليها. مره تانية ارثر لقى نفسه منبهر بثقافه الالف. تيسا كانت عارفه المكان كويس وقالت له ان في محل قريب مليان فواكه وحلويات لذيذه جدا، بس المشكله انه مش مشهور جدا ولو ما اسرعوش ممكن كل الحلويات تخلص. مسكت دراعه وجريته معاها وارثر كان ماشي وراه وهو مبتسم، لكن فجاه خبط في ولد في الطريق. كانت خبطه عاديه جدا، لكن الولد بدا يشتمه ويصرخ فيه انه لوثه بجراثيمه البشريه القذره. ساعتها ارثر بدا يتسال ازاي العيل ده عنده الجرأه يبقى وقح كده وهو واقف في مدى الضربه، لكن تيسا قالت له اتجاهله لان الموضوع ما يستاهلش مشاكل. عاده ارثر كان هيمشي ويسيب الموضوع، لكن لما الولد اللي اسمه فيريس بدا يقول لتيسا انها ما ينفعش تمشي مع حد وضيع زي ارثر ولازم تقضي وقتها معاه، هو واضح جدا انه واحد من نبلاء الالف ومغرور بنفسه. ساعتها ارثر قرر يلعب معاه شويه، عمل نفسه مبسوط ان قابله، لكنه تعمد ينطق اسمه غلط. فيريس اتجنن لما سمع اسمه متقال غلط. ارثر اعتذر وقال ان ده كان بالغلط، ووعده انه المره الجايه هيحترم اسم فارس كويس، وبعدها لف عشان يمشي مع تيسا. لكن فارس وقفه، هو ممكن يكون مزعج بس مش غبي، وفهم فورا ان ارثر كان بيتريق عليه، ورفض يسيب الاهانه دي من غير عقاب، فقرر يتحدى المبارزه باسم الشرف عيلته. ارثر ما كانش مصدق ان الولد ده فعلا غبي لدرجه انه يتحداه. تيسا حاولت تتدخل وقالت له ان حتى لو نبيل هو كده بيبالغ، لكن فارس رد ان المبارزه شيء طبيعي لما حد يهين اسم عيلته. ساعتها تيسا ذكرته ان ارثر هو تلميذ فيريون، واي حد عاقل مش هيبدا خناقه مع تلميذ اقوى رجل في المملكه، لكن فيرس كان مقتنع انه مستحيل يخسر قدام انسان عادي. وبعدها حذر ارثر ان رفض المبارزه هيبقى اهانه لاسم فيريون. ارثر كان لسه بيحاول يفهم اللي بيحصل في عالمه القديم، المبارزات كانت للموت، ففكره ان طفل يتحداه بسهوله بالشكل ده كانت غريبه جدا، لكن لما بص حواليه وشاف الكبار بيتفرجوا بنوع من التسليه فهم ان المبارزات هنا مش لحد الموت، وبالتالي مفيش سبب يخليه يرفض. تيسا سالته اذا كان متاكد وهو قال له تمام، وهكذا المبارزه بدات. فيرس اندفع ناحيه ارثر بعصايه وهو مليان ثقه، بس زي ما بيقولوا كل واحد عنده خطه لحد ما ياخد اول ضربه، وفيرس فعلا ما كانش مستعد للحظه دي. ضربه واحده من ارثر والولد وقع على الارض مغمى عليه فورا. اصحابه جريوا عليه يتاكدوا انه بخير، لكن تيسا كانت عارفه من البدايه ان ده اللي هيحصل. بعد ما المبارزه خلصت مسكت ايد ارثر وسحبته معاها لانه لسه عندها حاجات كتير عايزه تعملها معاه. فضلوا طول اليوم يلفوا من محل لمحل ويستكشفوا كل حاجه، وبعد ما تعبوا من اللعب طلعوا على بلكونه يقعدوا يرتاحوا ويتكلموا. تيسا قالت ان تدريب ارثر مع فيرون هيبدا بكره، لكن ارثر كان باين عليه شويه حزن، واضح ان في حاجه شاغله تفكيره. افتكر كلام قديم قاله له فيريون لما وضح له ان التدريب هيبقى جحيم حقيقي، شبه ان حد يغرقه بماده بتغلي. ألم يوم هيضطر يتحمله سنه ورا سنه بعيد عن راحه عيلته. وقتها فيريون سأل لو كان مستعد فعلا لكده، وجواب ارثر كان بسيط جدا، ايوه. حتى دلوقتي ارثر متحمس يبدا التدريب بكره، رغم انه عارف قد ايه هيبقى صعب، لانه فاهم ان القوه هي الطريقه الوحيده علشان يصنع المستقبل اللي هو عايزه. تيسا وعدته انها هتدرب نفسها بنفس القوه، مش هتسمح لنفسها تتاخر عنه، لكن دلوقتي هي مصممه يستغلوا وقتهم مع بعض، واقترحت يجيبوا حاجه تانية ياكلوها. مرت سنين كتير وتحت اشراف فيريون ارثر وتيسا كانوا بيتدربوا بجديه شديده. خلال الفتره دي قربوا من بعض اكتر، وطبيعه تيسا التنافسيه خلت الاثنين يضغطوا على نفسهم جدا. بعد تدريب طويل النهارده تيسا كانت منهكه تماما، واثناء ما هي بتاخد استراحه فيريون استغل الفرصه عشان يشرح لارثر عن السحر. لما الشخص يثبت المعنى جواه يقدر يبدا يستخدم السحر العنصري زي الميه او النار او الرياح او الارض، لكن في العالم ده نوع العناصر اللي يقدر الشخص يتحكم فيها بيعتمد بدرجه كبيره على عرقه. خد الالف مثلا، الالف بطبيعتهم عندهم موهبه قويه جدا في سحر الرياح، وكمان عندهم قابليه ممتازه لسحر الميه والارض، لكن عنصر النار غالبا ما بيبقاش متوافق معاهم خالص. اما الاقزام فالعكس تقريبا، هم متميزين جدا في سحر الارض والنار، لكن البشر وضعهم مختلف شويه لانهم يقدروا يستخدموا العناصر الاربعه كلها، بس قوه ارتباطهم باي عنصر بتعتمد بشكل كبير على قد ايه اتدربوا عليه. تيسا رفعت ايدها وسالت فيريون سؤال مباشر، ليه ما خلاش ارثر يتدرب على المانا كور بتاعته لو الموضوع مهم بالشكل ده؟ فيريون رد بهدوء وقال ان ارثر ببساطه لسه جسمه مش قوي كفايه يستحمل التدريب ده، جسمه جواه حاجه اسمها اراده الوحش، والقدره دي ممكن تدي قوه هائله جدا، لكنها في نفس الوقت بتلخبط الرابط بين جسمه وبين النواه المانا بتاعته. عدم الاستقرار ده هو السبب في الالم اللي ارثر حاسس بيه في صدره.
عشان كده قبل ما يرجع الضرب على المانا تاني لازم الاول يعيد اندماج نواه المانا بتاعته بالكامل. تيسا ضحكت وقالت بشكل هزاري ان الكلام ده يثبت انها اقوى من ارثر دلوقتي. ارثر رد عليها فورا وقال طبيعي تكون اقوى لان كل هجماتها مدعومه بالمانا. وسط الالف الطفل بيعتبر موهوب لو قدر يوقظ المانا قبل سن 10 سنين، لكن تيسا قدرت تستخدم السحر وهي عندها 9 سنين بس، وده السبب اللي خلاها تتدرب جنب ارثر طول الفتره دي. ومع تقدم تدريب ارثر بشكل ثابت قرر فيريون ان الوقت جه اخيرا علشان يوقظ رد الوحش اللي جواه، ولو العمليه نجحت الالم المستمر في صدره هيختفي تماما وهيبقى رسمان مروض وحوش بعد الطقس ده. ارثر شكر فيريون بامتنان شديد وطلب منه يبدا فورا. قعد على الارض بينما فيريون بدا الطقس، وتيسا كانت واقفه بتتفرج عليه بقلق مش عارفه هل ارثر هيبقى بخير ولا لا. فيريون طمنها وقال ان ارثر ممكن يحس بحراره شديده لكن المفروض ما تبقاش حاجه لا تحتمل. لكن اول ما بدا فعلا يوقظ رد الوحش ارثر اطلق صرخه الم مرعبه، موجه طاقه ضخمه انفجرت من جسمه فجاه بقوه لدرجه انها رمت فيريون وتيسا بعيد. صحيح ان عمليه الايقاظ نجحت تقنيا لكن الضغط الهائل على جسم ارثر خلاه ينهار على الارض فاقد الوعي فورا. المنظر خلى فيريون وتيسا يقلقوا عليه جدا، شالوه بسرعه ورجع بور القصر وحطوه على السرير عشان يرتاح. وبعد فتره لما ارثر فتح عينه لقى فيريون قاعد جنب السرير بيراقبه. فيريون ساله لو حاسس انه بخير وارثر قال له تقريبا تمام. بعدها فيريون ساله بفضول لو في حاجه غريبه في اراده الوحش اللي عنده، لان رد الفعل العنيف بالشكل ده نادرا جدا ما بيحصل. ارثر كان ناوي يخبي موضوع اللقاء مع سيلفيا لكن دلوقتي حس ان مفيش داعي يخبي اكتر من كده، فاعترف اخيرا ان اراده الوحش اللي عنده هديه من تنين. الكلام ده صدم فيريون بشده، الاول ما قدرش يصدق لكن في نفس الوقت ما قدرش ينكر ان القوه اللي طالعه من اراده ارثر فعلا تشبه قوه التنين. فيريون حذره فورا وقال ان السر ده لازم يفضل مخفي تماما، لو حد عارف ان عنده اراده التنين ده هيجذب انتباه خطير جدا نحوه. وبعدها قال له خبر تاني مفاجئ، بعد 4 شهور بس ارثر هيرجع لعالمه. ارثر اتفاجئ جدا، هو كان فاكر ان لسه قدامه سنتين قبل الاجتماع القادم بين الاعراق، لكن اتضح انهم قرروا يعملوا حدث تبادل ثقافي، وعلشان كده البوابات المؤديه لمدينه زايروس هتفتح تاني بعد 4 شهور. ارثر سال فيريون لو تيسا عرفت بالخبر لانها كده هتزعل جدا لما تعرف انه هيمشي فجاه. فيريون قال ان اهلها دلوقتي بيشرحوا لها الموضوع. في نفس الليل ارثر كان نايم على السرير وماسك البيضه اللي سيلفيا اتمنته عليها، كان صعب عليه يتقبل فكره انه هيسيب تيسا بعد 4 شهور بس. وفجاه لاحظ حاجه غريبه، البيضه بدات تتشقق، بعد لحظات قليله خرج منها تنين صغير جدا. ارثر في البدايه قلق لكن الكائن الصغير كان لطيف جدا وصغير لدرجه انه مستحيل ياذي حد، فشاله بلطف بين ايديه لكن فجاه التنين عضه في دراعه. ارثر اتفاجئ ورجع لورا سابه، لما بص على مكان العضه ما لقاش اثار اسنان عاديه، بدل كده بدا يتكون ختم غريب على جلده. الختم ده عمل رابط بين ارثر والتنين، خلى ارثر يقدر يحس بمشاعر وافكار التنين حتى لو مش فاهمها بالكامل. وبما ان هو اللي هيربط التنين قرر يسميه سيلفيا على اسم امها سيلفيا. وبعدها نام تاني يوم الصبح تيسا دخلت اوضه ارثر عشان تكلمه عن موضوع السفر بعد 4 شهور، لكن اول ما رفعت الغطا علشان تصحيه اتفاجئت ان سيلفي نايمه جنبه في السرير. ارثر صحي وهو متلخبط وافتكر ان في مشكله، لكنه لاحظ ان تيسا بس بتلعب مع السيلفي فقرر ببساطه يرجع ينام تاني. في نفس اليوم ارثر وتيسا راحوا ساحه التدريب عشان يتمرنوا مع فيريون. تيسا كانت بتحاول بكل الطرق تخلي السيلفي تحبها، لكن بعد ما كانت تقريبا ضغطتها زياده وهي بتلعب معاها قبل كده السيلفي بقت بتبعد عنها شويه. ولما شافوا فيريون اول ما راح السيلفي فوق راس ارثر كاد يجي له ازمه قلبيه لانه عمره ما تخيل انه يشوف تنين حقيقي في حياته. بينما تيسا بتلعب مع سيلفي ارثر شرح ان سيلفي فاسد بسبب ايقاظ اراده الوحش اللي حصل له امبارح، لكنه قلق ان وجودها ممكن يعمل مشاكل لو حد عارف انها تنين. فيريون ضحك وطمنه وقال ان مفيش داعي للقلق، التنانين دلوقتي مجرد اساطير بالنسبه للناس، ما حدش يخمن ان الكائن الصغير ده تنين، كل اللي عليهم يعملوه انهم يقولوا انها مخلوق نادر يشبه التنانين. وبعد ما خلص الكلام قال ان وقت التدريب بدا، بما ان ارثر دلوقتي ايقظ اراده الوحش لازم يتدرب على نواه الوحش ونواه المنى في نفس الوقت، وافضل طريقه لكده هي القتال الحقيقي. وفجاه فيريون بدا يتحول، ولما التحول اكتمل قال ان تدريب ارثر هيبدا حالا. ارثر استعد للهجوم لكن فيريون اخد خطوه واحده بس واختفى. ارثر حاول يدافع عن نفسه لكن تتبع حركه فيريون كان مستحيل، ما كانش عنده اي فكره الهجوم هيجي منين، كان حاسس بوجوده حواليه لكن مش قادر يحدد مكانه اطلاقا. المهاره دي كانت مرعبه لكن ارثر مش مستعد يضرب لمجرد عرض قوه، فرفع ايده فورا وقال انه مستسلم. في اللحظه دي بالظبط فيريون ظهر وراه. ارثر اتضايق جدا لان القتال معاه كان غير عادل تماما، فيريون كان يقدر يضربه في اي لحظه وارثر ما كانش هيعرف حتى مكانه، والسبب كله كان اراده الوحش الخاصه بفيريون اللي جايه من نمر الظل. القدره دي بتخليه يتحكم في الرياح بدقه شديده لدرجه انه يقدر يمسح كل صوت بيصدره، لكن رغم قوه التحول دي عندها عيب كبير لانها بتستهلك كميه ضخمه من المانا. الحقيقه فيريون اصلا ما كانش ناوي يقتل ارثر بالشكل ده، هو بس كان عايز يستعرض شويه، وبعد ما وراك قوه اراده الوحش استدعى سيف وبدا التدريب الحقيقي. مرت عده ايام وسيطره ارثر على اراده الوحش اتحسنت بشكل كبير، الالم في صدره اختفى تقريبا وجسمه بدا يتاقلم لدرجه انه بقى يقدر يواكب سرعه شكل الظل بتاع فيريون. ومع كل ده كان لسه عنده وقت يستمتع باللعب مع تيسا. وفي مره هما خارجين يتمشوا ارثر صادف فجاه فيرس في نص الشارع، لكن المضحك انه ما عرفوش خالص. فيرس حس باهانه كبيره فطلب مبارزه ثانيه فورا، وطبعا النتيجه كانت نفس المره اللي فاتت. في لحظه فيرس كان مرمي على الارض واصحابه واقفين مذهولين مش فاهمين ازاي خسر في نص ثانيه. ارثر فضل مش فاكر هو مين اصلا لحد ما تيسا فكرته وقالت له ان الولد اللي اتبارزوا مع بعض من سنين. ارثر ضحك وقال انه كان يوم ممتع، مد ايده لفيرس علشان يساعده يقوم واعتبره صديق دلوقتي، وفيرس قابل ايده وما بقاش مهتم يقتله تاني.
تاني. بعدها ارثر سأله لو هو واصحابه هيشاركوا في حدث التبادل الثقافي بعد كام شهر. فيريس قال بثقه انه اختار بسبب مهاراته المميزه، رغم ان الحقيقه ان كل اولاد النبلاء ادعوا اصلا. بعدها سأله لو تيسا هتحضر الحدث، لكن فيريس قال لا، لان العائله الملكيه مش هتسمح لاميرتهم الرايه تضيع تاني. الكلمه دي خلت تيسا تغضب جدا، وفي لحظه اندفاع ضربت فيريس لكمه قويه خلت جسمه يطير في الهواء. الضربه خلته يغمى عليه فورا، ولما استوعبت تيسا شكلها قدام الناس اتجمدت مكانها. ساعتها ارثر مسكها بسرعه وجري بيها بعيده قبل ما الناس تتجمع. ولما وصلوا المكان امن ارثر بدا يزعق فيها وقال ان اميره ما ينفعش تضرب رعاياها كده من غير سبب، رغم ان الحقيقه ارثر نفسه ما عندوش حاجه كبيره يشتكي من العنف، خصوصا لما يفتكر حياته السابقه. تيسا ما كانتش فاهمه اصلا ليه ارثر عامل الموضوع كبير كده، لانها تقريبا متاكده ان فريس لسه عايش، لكن ارثر كان بيزعلها بنفس الطريقه اللي ابوها بيزعق بيها. فبصت له بغيظ وقالت له انه عجوز، وبعدها جريت وهي بتعيط. في نفس الليله تيسا كانت لسه زعلانه وقاعده لوحدها في اوضتها بتبكي. ارثر قرر يحاول يخفف عنها، فطلع بهدوء عند الشباك بتاعه وسالها لو حابه تطلع معاه تتمشى شويه بره. تيسا وافقت، لكن وهم ماشيين وسط الاشجار توقفت شويه وسالته لو اللي بيعملوا ده فعلا امن. ارثر طمنها وقال لها ما تقلقش خالص، حتى لو قابلوا خطافين مثلا هما الاثنين اقوى بكتير من ان حد يقدر يمسكهم. وبعدين قال لها وهو باصص لفوق ان منظر السماء بالليل يستاهل المغامره دي. بعد شويه ارثر سالها لو حاسه بالنعاس. الحقيقه انها كانت قريبه جدا انها تقع من التعب، لكن اصرت انها لسه كويسه. ارثر قال لها انها ممكن تنام لو محتاجه، لكن تيسا قالت ان دي ممكن تكون اخر مره يقضوا وقت زي ده مع بعض، عشان كده هتفضل صاحيه مهما حصل. من كتر النعاس بدات تتخيل ان في وحوش مستخبيه في الاشجار. ارثر ضحك وقال لها انه مستغرب انها لسه بتخاف من الاشباح في سنها. تيسا ردت بسرعه وقالت انها مش خايفه من الاشباح اصلا، وان ارتعاشها ده بسبب البرد، ورمت شويه خشب زياده على النار. طلبت من ارثر يحكي لها شويه عن مملكه البشر عشان تفضل صاحيه، لكن ارثر قال لها الحقيقه انه ما يعرفش عنها كتير لانه اصلا ما عاش فيها قبل كده. تيسا قالت بهدوء انها نفسها لو كان ارثر يفضل هنا للابد. ارثر حس بنفس الشعور، لكنه قال انه لو عمل كده عمره ما هيشوف عيلته تاني. حاول يكمل الكلام معاها لكنه اكتشف انها نامت بالفعل. فقرر ان الوقت جه يرجعوا للقصر وينهوا الليله. وبعد مرور الوقت وصلت لحظه رحيل ارثر اخيرا. قبل ما يمشي فيريون اداله هديه، كانت بوصله خاصه مصممه بحيث ترشد ارثر للطريق لمملكه الالف لو حب يرجع في يوم من الايام. ارثر شكر بامتنان، لكن فجاه لاحظ ان تيسا مش موجوده. سال عنها فكان رد انها ما قدرتش تتحمل تشوفه وهو بيمشي. ولما البوابه بدات تتفتح وارثر كان خلاص هيعدي منها، فجاه سمع صوت بينادي عليه. تيسا كانت بتجري في الشارع بكل سرعتها علشان تلحقه، لكنها اتعثرت ووقعت. ارثر جرى عليها فورا عشان يتاكد انها بخير ومد ايده يساعدها تقوم. تيسا بدات تقول له وهو بعيد انه لازم يهتم بنفسه وهو مسافر. ارثر حس قد ايه هي فعلا مهتمه بيه، فشدها وقامها وضمها في اخر حضن بينهم. قال لها بهدوء انه فعلا هيفتقدها جدا. وبعدها عبر البوابه، ولما وصل لمدينه زايروس اتقابل اخيرا مع ابوه وامه تاني، وهناك اكتشف ان عنده اخت صغيره اسمها إلينا. أليس ورينولد كانوا بيحكوا لها عن ارثر طول السنين دي، فكانت متحمسه جدا انها تقابله اخيرا. اول ما دخلوا البيت أليس بدات تساله بسرعه عن صحته. اخر مره كلمهم كان قال انه تعبان، فكانت عايزه تتاكد انه بقى بخير. ارثر طمنها وقال انه كويس ومفيش داعي تقلق، وبعدها بدا يحكي لهم على كل اللي حصل له بعد ما اتفصل عنهم، لكنه تعمد ما يذكرش اي حاجه عن سيلفيا او عن اراده التنين اللي ورثها. بدل كده حكى لهم عن لقائه مع تيسا وعن الوقت اللي قضاه في مملكه الالف وهو بيتعالج. أليس سالت تاني لو هو متاكد انه بخير، لان لو مرض ورجع تاني مفيش علاج ليه هنا. ارثر اكد لها ان ده مش هيحصل، ولانه ما يقدرش يقول الحقيقه عن اراده الوحش اخترع تفسير وقال ان المرض ده حصل بسبب انه ايقظ المنى بدري، وده سبب خلل في نواته. الكذب كان مضايقه، لكن كان عارف انه ضروري لحد ما يبقى قوي كفايه يواجه اي خطر. في اللحظه دي رينولد لاحظ سيلفي وسال ارثر عنها. ارثر بسرعه اخترع قصه وقال انه لقاها في وحش كهف مانا، ومن وقتها قرر يربيها كحيوان اليف. الا انسجمت معاها فورا، لكن رينولد كان لسه عنده اسئله كتير. وقف وسال ارثر عن مرحله نواه المنى بتاعته. أليس زعقت له وقالت له ما ينفعش يبدا خناقه مع ابنه اول ما رجع من السفر، لكن رينولد قال انه بس عايز يعرف ابنه بقى اقوى قد ايه. ارثر ما اتضايقش من السؤال، لكن سال ابوه الاول بيشتغل ايه دلوقتي عشان يقدروا يعيشوا في بيت مريح بالشكل ده. رينولد شرح ان بيشتغل مدرب حراسه في دار مزادات هيليا، وان نواه المنى بتاعته وصلت لمرحله البرتقالي الغامق. ارثر انبهر فعلا، لان الوصول للمرحله البرتقاليه انجاز كبير جدا. لون المنى بتتدرج من اللون الاسود لحد الابيض، وكل ما لون يفتحها كل ما القوه تزيد. رينولد وهو فخور بنفسه سال ارثر مرحلته ايه. ارثر رد بهدوء الاحمر الفاتح. رينولد شتم من الصدمه لما فهم ان ابنه تقريبا قرب من مستواه، ونسي تماما ان إلينا موجوده في الاوضه. الفكره دي ما دخلتش دماغه خالص، فقرر فورا يتحدى النزال تدريبي في الجنينه. ارثر وافق، لكن قبل ما يخرجوا باب الصاله اتفتح فجاه ودخل شويه ناس بيسالوا اذا كان ابن رينولد رجع. رينولد قدم الراجل لارثر وقال ان ده فينسنت هيليا صاحب دار المزادات اللي بيشتغل فيها. فينسنت ومراته تابيثا كانوا سعداء جدا اخيرا يقابلوا ارثر بعد ما سمعوا عنه كتير. ارثر رد بادب وقال ان الشرف ليه هو. فينسنت ضحك وقال ان الادب ده اكيد ما تعلموش من رينولد. وبعدها قدموا بنتهم ليليا. في البدايه كانت خجوله شويه، لكن اول ما شافت سيلفا على كتف ارثر اتعلقت بيها فورا. سالت لو ممكن تدلعها، ولما وافق شالتها بين ايديها وفضلت تغرقها بالحب. بينما ليليا مشغوله بسيلفي، رينولد قال لارثر ان البيت ده ملك فينسنت، فالافضل يستاذن قبل ما يكسروا حاجه. اول ما كلمه تكسير اتقالت فينسنت بدا يقلق، والقلق ده زاد لما عرف ان رينولد وارثر ناويين يتقاتلوا في الجنينه. الكل خرج يتفرج. فينسنت كان متردد، مش مقتنع ان ولد في سن ارثر ممكن يوصل لمرحله النواه الحمراء الفاتحه، لكن هاليس اكدت ان ارثر دايما كان سريع التعلم ومفيش سبب يخليه يكذب. تابيثا قالت لزوجها يهدى ويستمتع بالمشهد. الحقيقه ان ارثر كان يقدر يوصل لمرحله
المرحله البرتقاليه من زمان، لكن خلال تدريبه مع ربط الوحش كان ممنوع يتدرب على نواتي المانا، ومع ذلك كان عنده شويه مفاجآت. المبارزه بدات وبدا الاب والابن يتبادلوا الضربات. رينولد انبهر قد ايه ارثر بقى اقوى لكنه لسه متفوق عليه في القوه الجسديه. بعد شويه بعده رينولد قال انه هيصعد الموضوع، فجاه ايده اشتعلت بالنار وقال لارثر انه لسه عنده فرصه ينسحب لو عايز. في العالم ده كل ساحر عنده عنصر طبيعي بيكون الاقرب ليه، السحر اللي بيستدعوا العناصر بيستخدموها بسهوله، لكن المقاتلين المعززين غالبا بيلاقوا صعوبه في ده الا لو وصلوا لمستوى عالي، وقتها يقدروا يحددوا عنصرهم ويستخدموه لتعزيز ضرباتهم. رينولد بعد ما غلف جسمه بنار بقى اخطر بكتير، فارثر قرر يطلع كل قوته ودخل مانا في دراعيه واصطدموا تاني والقتال بقى متوازن اكتر، لكن رينولد لسه بيدفعوا للخلف بقوته. وفجاه ارثر استغل خبرته من حياته السابقه وكمان تدريبه مع فيريون اللي خلاه يتقن سحر النار اسرع بكتير من المتوقع. فيريون كان قال له قبل كده انه ممكن يتجاوز حدود النار العاديه، واللي بيحصل دلوقتي هو نتيجه التدريب ده. ارثر ضخ مانا في ايده مره تانية، لكن المره دي شرارات كهرباء بدات تلمع حواليه. رينولد اتصدم لانه ادرك ان ارثر اتقن فعلا شكل متقدم من سحر النار وهو البرق، لكن ارثر ما وقفش هنا. في نفس الوقت اللي بيستخدم فيه البرق بدا يتحكم في نافوره الماء اللي في الجنينه وخلاها تندفع ناحيه ابوه من وراه. رينولد قدر يصد الضربه، لكن كان مذهول تماما ان ابنه قادر يتحكم في عنصرين مختلفين في نفس اللحظه. رينولد ما كانش فخور بابنه قبل كده بالشكل ده في حياته كلها. من كتر الفخر شد ارثر لحضنه وسأله بفضول هو اتعلم الحركه دي فين، وهل عنده حركات تانية خطيره مخبيها ولا لا. ارثر رد وقال انه لسه بس بدا يتعلم سحر البرق ولسه ما بقاش متحكم فيه بالكامل، لكن مستواه بيتحسن يوم بعد يوم. في اللحظه دي لينا جريت على ارض التدريب عشان تتاكد ان ارثر ورينولد بخير، اما فينسنت وتابيسا فكانوا واقفين مبهورين تماما لان ببساطه ولا طفل طبيعي يقدر يعمل اللي ارثر عمله ده. في المساء لما الكل اتجمع على العشاء فينسنت ما قدرش يبطل كلام عن قد ايه ارثر مميز بشكل غير طبيعي. رينولد ضحك وقال انه كان عارف ان ابنه مختلف من اول يوم ايقظ المانا وهو عنده 3 سنين بس. فينسنت استغرب جدا لان حتى اعظم المواهب في العالم عاده ما يوقظوش المانا قبل 8 سنين. رينولد ضحك اكتر وهو فاكر اليوم ده لان يومها ارثر فجر البيت تقريبا، بس واضح انه ضحك بزياده لانه اتمال ووقع من على الكرسي. في اللحظه دي فينسنت وقف وقال فكره خطرت له، ايه رايهم ان ارثر يلتحق باكاديميه زايروس؟ الكلام ده فاجئ رينولد تماما لانه اصلا ما فكرش في الموضوع ده قبل كده. اكاديميه زايروس مكان للنخبه اغلب طلابها من اغنى واقوى السحره في العالم. تابيسا وافقت زوجها وقالت انه حتى مستعدين يدفعوا مصروف دراسه ارثر لان موهبه زي موهبته اكيد مستقبلها عظيم، لكن أليس ترددت شويه. العيله دي ساعدتهم كتير بالفعل، وموضوع دفع تعليم ارثر حسيته زياده عن اللزوم. غير كده ارثر لسه عنده 8 سنين بينما اقل سن للقبول في الاكاديميه هو 10 سنين. فينسنت ابتسم وقال انه فكر في النقطه دي بحكم شغله، هو يعرف مديره الاكاديميه شخصيا ولو كلمها اكيد يقدر يطلع استثناء لارثر. لكن قبل ما يكمل كلامه ارثر تدخل فجاه وقال ان الافضل يساله هو الاول قبل ما يقرر حاجه كبيره زي دي. هو لسه متقابل مع عيلته النهارده بس، ويفضل يقضي شويه وقت معاهم قبل ما حد يبدا يتكلم عن انه يسيبه ويدخل مدرسته. وبعدها استلزم المائده وخرج يتمشى في البيت، لكن البيت كبير جدا وهو لسه ما حفظش طرقه. فجاه ليليا نادت عليه وقالت له انه لو كمل في الطريق ده ممكن يضيع في القبو. طلبت منه يمشي وراها وقادته لواحده من غرف الاستراحه اللي بيتجمع فيها خدم البيت. الخدم رحبوا بليليا بحراره لانها بتزورهم كتير في وقت فراغها، والغريب انهم كلهم عرفوا ارثر رغم انه لسه جاي النهارده، والسبب ببساطه انه ولع الجنان نار في القتال مع رينولد. ارثر اعتذر لهم عن الازعاج اللي سببه لكن ما حدش كان زعلان فعليا. ليليا سالت ماريا لو لسه في بط باقي من الاكل وماريا قالت ايوه، لكنها حذرتها انها لازم تقلل شويه لانها زادت وزنها مؤخرا. واحده من الخدمات شرحت لارثر ان ليليا بتيجي المكان ده لما تحس انها مضغوطه، اهلها عايزينها تصحي منها وتبقى ساحره وبيجبروها تحضر دروس طول الوقت. هي نفسها فعلا تبقى ساحره لكن الضغط المستمر بيتعبها فبتيجي هنا عشان ترتاح شويه. في وقت متاخر من الليل ارثر كان قاعد مع ابوه وامه، الاثنين كانوا في منتهى السعاده ان ابنهم رجع لهم اخيرا. شكله اتغير شويه عن اخر مره شافوه فيها، لكن جوه قلبه لسه نفس ارثر. هم متاكدين ان موهبته هتخليه يبقى ساحر عظيم في المستقبل، لكن بالنسبه لهم حتى لو ما بقاش قوي هم هيفضلوا يحبوه بنفس القدر. كانوا عايزين يكملوا الكلام لكنهم عرفوا ان اليوم كان طويل جدا عليه فقرروا يسيبوه يرتاح. قبل ما يخرج رينولد رجع لموضوع فينسنت وقال ان كلامه ممكن يكون باين الحاح لكنه كان كل لمصلحه ارثر. هو طبعا ما حدش هيجبره يدخل الاكاديميه لو هو فعلا مش عايز. في صباح اليوم التالي ارثر صحي بسرعه وجري لتحت لان في زوار جايين يشوفوه. فرقه التوأم هورن سمعت انه رجع فقرروا يجوا يزوروه. ارثر فرح جدا لما شافهم، لكن انجيلا كانت اسعد منه بكتير لانها اول ما شافته شدته في حضن قوي جدا. وبعد ما سابته اخيرا ارثر سلم على باقي الفريق، لكن فجاه جاسمين بدات تتحسس جسمه كله وتفحصه. المنظر كان غريب شويه لكنها بس كانت بتتاكد انه ما اتصابش، ولما اتاكدت انه بخير حضنته واعتذرت له. هي كانت بس حاسه بالذنب لانها ما قدرتش تحميه وما تفرقوا. بعد شويه الكل قعدوا مع بعض يتكلموا. ارثر اتفاجئ لما عرف ان الفرقه قضت فتره في مدينه بعيده اسمها ايستون بعد اللي حصل. هناك حصل على مهمه مربحه جدا، لكن في النهايه رجعوا للعاصمه عشان مهمه جديده. قصصهم خلت ارثر يدرك قد ايه هو ما يعرفش حاجه تقريبا عن مملكه سابين وهنا عن القاره الضخمه دي. كان فكره انه يبقى مغامر ويستكشف العالم بدت مغريه، لكن ده معناه انه يسيب عيلته تاني وهو مش متاكد انه مستعد لكده. بعد ايام وليله ارثر كان في اوضته بيتدرب على اراده الوحش، وفجاه اكتشف قدره غريبه جدا، قدره بتخليه يوقف الزمن لكن في مستواه الحالي يقدر يثبت الوقت لبضع ثواني بس، وكل مره يستخدم القدره بيخلص طاقته تماما. بدا يسال نفسه اذا كان كل التعب ده يستاهل، لقوه هو نفسه مش فاهمها كويس، لكن بعدها افتكر السبب اللي
يخليه يتدرب بكل القوه دي، وهو حمايه الناس اللي بيحبهم مهما كان التدريب صعب وهو مصمم يكمل. لكن قبل ما يكمل التدريب لاحظ ان سيلفي ريحتها بقت سيئه جدا، فمسكها فرن وقرر يحميها. سيلفي كانت بتكره الاستحمام تماما، لكن ارثر ما كانش ناوي يسيبها تتمشى في القصر وهي وسخه. وخلال ما هو بيفكر افتكر ان عائله هيليا عايشه في رفاهيه كبيره جدا، وده معناه ان دار المزادات بتاعتهم اكيد ناجحه جدا. بعد ما خلص حمام سيلفي اخيرا كان بينشفها على السرير، وفجاه دخلت عيلته الاوضه وقالوا ان دلوقتي دوره وهو يتنظف، لانه خلال الوقت اللي قضاه في مملكه الالف ما اهتمش بمظهره خالص. وامه صاحبته فروا لمصفف الشعر الخاص بيها اللي وعدهم انه يخليه يطلع في ابهى شكل. وبعد ساعات الحقيقه انه ما اتغيرش كتير، مجرد شويه شعر طص، لكن الكل كان مصر انه يبقى انيق جدا. ارثر استغرب وسال ليه الكل فجاه مهتم بشكله كده. تابيسا ابتسمت وقالت انها كانت بتفكر تاخده في جوله داخل دار المزادات، لكن بما ان المكان راقي جدا وبيزوروا حتى افراد من العائله الملكيه ما ينفعش يدخل وشعره شكله كده. وبما انهم بالفعل في مدينه زيروس اقترحت تاخده في جوله. إلينا قفزت بحماس وقالت انها عايزه تيجي كمان عشان تقضي وقت مع اخوها الكبير. ليليا حست بغيره خفيفه، لان قبل ما ارثر يرجع إلينا كانت بتقضي اغلب وقتها معاها هي، لكنها حاولت ما تبينش ده. قضوا الوقت كله مع بعض، وحتى وقفوا يلعبوا لعبه رمي الحلقات جنب تمثال قريب. لكن فجاه واحد من الشباب رمى حلقه باتجاه راس ارثر مباشره قبل ما يمشي هو واصحابه كأن مفيش حاجه حصلت. ارثر بص لليليا وسالها ايه اللي حصل، لان تصرفهم كان واقح جدا. ليليا شرحت انهم طلاب من اكاديميه زيروس، والناس في المدينه بتعاملهم زي الملوك بسبب الزي اللي بيلبسوه. ارثر حس باحباط شويه لانه ما توقعش يقابل طلاب متكبرين بالشكل ده، لكنه قرر يتجاهل الموضوع. بعد شويه حس بطاقه غريبه طالعه من محل قريب، فمشي ناحيته يستكشف. ابوه وامه شرحوا ان المحل ده بيبيع انويه الوحوش. ارثر اتفاجئ لانه ما كانش يعرف ان الانويه دي ممكن تتباع وتشترى. في مملكه الالف ما شافش حاجه زي كده قبل كده، لكن في مملكه البشر الموضوع طبيعي. تابيسا قالت ان نواه الوحش ممكن تزود قوه الساحر، ولو كانت فيها اراده وحش ممكن توصل قيمتها ل 100 قطعه ذهبيه. وللمقارنه المبالغ دي يكفي ان عائله ارثر تعيش في راحه لمده 250 سنه. كملت كلامها وقالت ان دار المزادات هتبيع بعض الانويه قريب، ولو حب ممكن يمسك واحده بنفسه. ارثر شكرها على لطفها، لكنه قال انه مش متحمس قوي لانه بالفعل راضي بنواه الوحش اللي سيلفي اعطته ليه. في اللحظه دي ليليا تدخلت وسالت امها فجاه هل ممكن هي كمان تحصل على نواه وحش، لكن تابيسا رفضت فورا طلب ليليا، وشرحت لها ان مجرد امتلاك نواه وحش مش هيخليها تصحي المنى فجاه. غير كده هي شايفه ان سعرها غالي جدا بالنسبه لبنت في سنها. ليليا حاولت تقنعها اكتر من مره، لكن تابيسا فضلت ثابته على موقفها وقالت ان الموضوع انتهى. بعدها الكل راحوا الكافيه عشان يتغدوا، لكن ارثر كان واضح بالنسبه له ان ليليا لسه زعلانه جدا من الكلام اللي اتقال قبل كده. هو فهم ان تابيسا بس مش عايزه بنتها تستعجل ايقاظ المنى، لكن لسبب غريب ليليا كانت مستعجله بشكل غير طبيعي. ارثر كان لسه هيسالها ايه اللي مضايقها وفجاه لاحظ انها اختفت. بص حواليه فلقاها ماشيه لوحدها داخل زقاق مظلم. قام بسرعه ومشي وراها لحد ما لقاها داخل محل سحر. هناك كانت بتتفرج على نواه وحش رخيصه نسبيا، وبالفلوس اللي موفره من مصروفها كانت تقدر فعلا تشتريها بنفسها. ارثر سالها اذا كانت متاكده من القرار ده، لان مجرد امتلاك نواه وحش مش ضمان انها تقدر تستخدم السحر فجاه. لكن ليليا اصرت وقالت انها مش هتعرف الحياه غير لما تجرب. مدت ايدها تمسك النواه، لكن ارثر مسك ايدها بسرعه وطلب منها تستنى شويه. هو شاف ان القرار ده مش صح، لكن ليليا رفضت تسمع كلامه وبغضب قالت ان ارثر مستحيل يفهم احساسها لانه ببساطه ولد موهوب طبيعيا. وبعد ما قالت كده رجعت خطوه لورا، لكن من غير قصد خبطت في ولد واقف وراها. ولما بصت كويس اكتشفت ان واحد من طلاب اكاديميه زيروس اللي شافوهم قبل كده. اعتذرت له على الخبطه، لكن غروره كان اكبر من انه يعتبرها غلطه بسيطه، فالشباب بداوا يستعدوا لخناقه. صاحب المحل خرج يشوف اللي بيحصل، لكن اول ما شاف زي الاكاديميه قرر انه ما يدخلش في مشاكل معاهم. لف على طول ورجع مكتبه كانه ما شافش حاجه. دلوقتي الشباب بقوا احرار يعملوا اللي هم عايزينه، واول فكره جت في دماغهم انهم يحرقوا ارثر وليليا عشان يلقنوهم درس. ليليا بسرعه استخبت ورا ارثر. ارثر كان يفضل يحل الموضوع بهدوء، لكن من شكلهم واضح انهم مش ناويين يسمعوا كلام، فبدا يستعد انه يعلمهم درس بنفسه. لكن قبل ما القتال يبدا بلحظه وصلت تابيسا واليس فجاه وصرخوا في الكل ويوقفوا السحر فورا. الشباب سخروا من تحذير تابيسا وسالوها اذا كانت فعلا فاكره انها تقدر تمنعهم. حتى صاحب المحل خرج يجري وقال تابيسا انها ما تستفزش الاولاد لانهم يقدروا يدمروا المحل بكل سهوله. لكن تابيسا قالت ببرود ان حتى طلاب الاكاديميه مش هيفلتوا من العقاب لو لمسوا بنت عائله هيليا. اول ما الشباب عرفوا ان ليليا من عائله هيليا توتروا فورا. عائلتها من اكبر الداعمين للاكاديميه، ولو المدير عرفت باللي حصل ممكن يطردوهم فورا. عشان كده قرروا يمشوا من غير مشاكل، لكن قبل ما يخرجوا رموا كلمه مهينه لليليا ووصفوها بانها فاشله. بعد ما رجعوا البيت حكى لكل فينسنت اللي حصل، ضم لما عرف ان ارثر وليليا كانوا قربوا يتخانقوا مع طلاب الاكاديميه. والحمد لله ان تابيسا وصلت قبل ما الامور تسوء اكتر. فينسنت حس بقشعريره لما تخيل ان لو تابيسا ما وصلت ممكن ارثر كان يقتل الاولاد دول فعلا. ليليا اعتذرت لانها سببت كل المشاكل دي، لكن فينسنت طمنها وقال انها ما عملتش حاجه غلط، ومع التبرعات الكبيره اللي بيقدمها الاكاديميه حادثه زي دي مش هتاثر على فرصتها في الالتحاق. وقال لارثر ان الكلام ده ينطبق عليه كمان، لكن ليليا كانت حاسه بعدم ثقه كبيره في نفسها، فافتكرت ان ابوها بيقصد ان ارثر يدخل الاكاديميه بدلها. اهلها حاولوا يشرحوا ان ده مش قصدهم، لكن ليليا كانت شايفه نفسها فاشله لانها مش قادره تستخدم السحر، فصرخت وقالت انها بتكرههم وبعدها جريت بعيد. بعد ساعات وقت العشاء جه ارثر طلع ينادي ليليا، لكنه اكتشف انها مش في اوضتها. زمان لما كانت صغيره فينسنت كان بيحكي لها قصص عن الاكاديميه، وده خلاها تتحمس جدا لفكره دخولها، لكن المشكله انها ما كانتش تقدر تلتحق الا بعد ايقاظ المانع، والموضوع طول اكتر
مما الكل توقع. اهلها دايما كانوا يقولوا لها ما تستعجلش، لكن لما شافت ارثر هو اصغر منها ومع ذلك يتقن السحر بسهوله بدات تحس انها عديمه القيمه. في النهايه ارثر لقاها قاعده لوحدها في غرفه استراحه الخدم، كان عايز يعتذر لها لكنه تردد لانه خاف كلامه يبان وكانه بيتفاخر، وقبل ما يقول اي حاجه ليليا نفسها اعتذرت له، قالت انها كانت غيرنا منه بعد ما شاف ابوه قوه ارثر كل اهتمامه راح له، لكنها ما بتلوموش لانها شافه ان المشكله انها غير كفؤه، هي فعلا مقتنعه ان اهلها محبطين منها. ارثر فهم الشعور اللي جواها، مسك وشها بايديه وقال لها انها مش فاشله، هو شاف قد ايه بتتعب وبتحاول وقال لها اكيد شايفين ده كمان، وقال لها انه متاكد انهم فخورين بيها جدا وظهور حاله نادره زيه ما يغيرش ده. ليليا ضحكت اخيرا لما استوعبت قد ايه كانت مبالغه في تفكيرها، ابوها عايزها تبقى ساحره عشان تبقى سعيده وعلشان كده بيدفع تبرعات كتير عشان يضمن قبولها في الاكاديميه، لكن كل ما فينسنت يحاول يساعدها اكتر الناس بتبدا تبص لها على انها طفله مدلله. ارثر سالها بصراحه اذا كانت فعلا عايزه تستخدم السحر، ولو ده حلمها فهو يعرف طريقه تسرع العمليه. في نفس الليل ارثر راح لوالدي ليليا وقال لهم ان ليليا خرجت، الكلام صدمهم طبعا وسالوه فورا ايه اللي حصل. ارثر قال انه بعتها تتدرب عشان توقف سحرها، لكن طمنهم ان الناس اللي بعتها لهم طيبين جدا. فينسنت وتابيسا سالوه ليه عمل كده من غير اذنهم، ارثر قال ان ليليا هي اللي طلبت كده لانها لو كلمت اهلها قبل ما تمشي ممكن تتراجع، لكنها كتبت لهم رساله ونويلها لوالدها. رساله ليليا اعترفت انها حاسه طول الوقت انها عديمه الفايده لانها ما تقدرش تستخدم السحر، لكنها اقسمت انها مهما احتاجت سنين هتتدرب لحد ما تبقى ساحره قويه فعلا، لكن لحد ما تحقق ده مش هترجع البيت. الكلام ده كسر قلب فينسنت ووقع على ركبته لانه ادرك ان كل ده بسببه هو اللي خلاها تعتقد ان لازم تبقى ساحره عشان تبقى سعيده، لكن الحقيقه انها حتى لو ما قدرتش تستخدم السحر هتفضل بنته ومش ممكن يشوفها عديمه الفايده. بعد ما خلص كلامه ارثر لف ناحيه الباب وقال ليليان حان وقت الخروج، وفجاه خرجت ليليان من ورا الباب. فينسنت اتصدم لانها كانت مستخبيه طول الوقت. ارثر اعتذر لهم لانه خدعهم، هو عارف قد ايه الاحساس صعب لما تفتكر ان ابنك اختفى فجاه، لكنه عمل كده عشان يثبت لليليان ان اهلها هيحبوها مهما حصل حتى لو ما قدرتش تستخدم السحر. فينسنت فهم قصده وما زعلش منه، بالعكس ادرك قد ايه كان غلطان، مشي ناحيه رينولد واليس واعتذر لانه حاول يضغط عليهم عشان يبعتوا ارثر للاكاديميه بسرعه، وبعدها اعتذر ليلي على انه كان شبه بيجبرها تبقى ساحره، وقال لها انها مش مضطره تدخل الاكاديميه اصلا، السعاده مش لازم تكون في السحر، القرار كله في ايدها. ليلي شكرته على كلامه لكنها قالت انها لسه عايزه تدخل الاكاديميه حتى لو سحرها تاخر في الظهور، حلمها انها تبقى ساحره تستخدم قوتها عشان تساعد الناس. ارثر ابتسم وقال لها انه لو متاكد من قرارها فهو مستعد يوقظ سحرها بنفسه، وبما انه هيوقظ مانا ليليا قرر يعمل نفس الشيء مع إلينا كمان. البنتين قعدوا في نص الغرفه وارثر طلب منهم يقفلوا عيونهم، ياخدوا نفس عميق ويخرجوه ببطء، ده هيساعدهم يحسوا بالمانا اللي جواهم. إلينا حست بالاحساس فورا لكن ليليا ما حستش باي حاجه، بدا القلق يدخل قلبها وخافت انها فعلا مش مناسبه للسحر، لكن ارثر طمنها وقال لها تكمل المحاوله. بعدها حط ايده على ظهر كل واحده فيهم وقال لهم ان دلوقتي هيفعل المانا وممكن يحسوا بدفء بسيط في جسمهم، وبعد لحظات ليليا بدات تشوف اضواء قدامها وده كان علامه البدايه. اخيرا المانا بتاعت ليليا صحيت، في اللحظه دي الفرحه غمرتها بالكامل وبقت حرفيا مش قادره تسيطر على حماسها، كانت حاسه ان حلمها اللي استنته سنين طويله اخيرا بدا يتحقق. بعد فتره بسيطه ارثر وعيلته وصل لهم دعوه خاصه لحضور مزاد كبير في دار المزادات عائله هيليا، ولما وصلوا هناك الكل اتفاجئ من قد ايه المكان ضخم وفخم بشكل غير طبيعي، لكن أليس بدات تحس بعد ما راحه شويه، كانت شايفه ان المكان راقي جدا وحاسه انها مش مناسبه لاجواء حدث الطبقه دي. ساعتها تابيسا ابتسمت وهدتها وقالت لها ما تقلقش خالص، كل اللي عليهم يعملوه هو انهم يستمتعوا بالليله وبس. المزاد ده تحديدا كان عامل ضجه كبيره جدا بين المغامرين والنبلاء، والسبب ان فينسنت جمع فيه كنوز نادره جدا من كل مكان، حاجات زي انويه وحوش سحريه وتماثيل فخمه جايه من بلاد بعيده، وعلشان كده اجراءات الامان كانت مشدده جدا. رينولد بنفسه كان مشرف على كل الحراس الموجودين ومتاكد ان كل حاجه ماشيه باعلى مستوى من الحمايه. ولما المزاد بدا اخيرا طلع فينسنت على المسرح واعلن ان عندهم ضيوف مميزين جدا الليله، انهم العائله الملكيه لمملكه سابين، الملك برين والملكه بريسلا، ومعاهم الامير كيرتس والاميره كاثرين. اول ما الاسماء اتقالت القاعه كلها انفجرت بالتصفيق والهتاف. المشهد خلى ارثر يستنتج حاجه مهمه، لان واضح جدا ان الحكام دول عادلين ومحبوبين والا الشعب ما كانش هيحترمهم بالشكل ده، ومع وجود العائله الملكيه في المكان رينولد والحراس ضعفوا حذرهم اكتر، لازم يتاكدوا ان ولا حاجه تحصل طول الحدث. في نفس الوقت داخل قاعه المزاد بدا فينسنت يعرض اول قطعه للبيع، كانت سيف مميز اتصنع على ايد حرفي مشهور جدا واتحقنت فيه منه خاصه تخلي الكهرباء تمشي في نصله. المزاد بدا بسعر 50 قطعه ذهبيه، لكن فورا واحد من الحاضرين رفع السعر ل 51، ومع اشتعال المنافسه بين الحضور ارثر بدا يفكر بينه وبين نفسه هل هو كمان ممكن يضيف خاصيه عنصر للسلاح لو اختار سلاح مناسب. وفي اللحظه دي لاحظ ان فينسنت طلع يعرض قناعين للبيع، القطعه شدت انتباه ارثر جدا لكن فجاه تركيزه اتشتت لما لاحظ ان سيف مش موجوده. في الاول افتكر انها يمكن بتلعب مع ليليا او إلينا، لكن لما بص لقاهم نايمين جنب بعض، وقتها قام من مكانه فورا وخرج يدور عليها. في نفس اللحظه كانت سيلفي ماشيه لوحدها في ممرات دار المزاد، وفجاه اعترض طريقها السحر اللي جاي مع العيله الملكيه. رجعنا للمسرح تاني حيث فينسنت كشف عن القطعه التاليه في المزاد، وكانت شبل اسد من رتبه نادره. اول ما الامير كيرتس شافه عينيه لمعت فورا وبص لابوه وقال انه عايزه. بدا المزاد لكن الملك مباشره رفع السعر ل 1000 قطعه ذهبيه، وطبعا ولا حد من الموجودين تجرأ ينافس الملك، فاتباع الشبل فورا من غير اي مزايده تانيه. الملك طلع على المسرح يستلم الشبل
الحبل، فساله فينسنت ناوي يعمل بيه ايه. الملك رد انه ممكن يروض الوحش لنفسه، لكن بما ان كيرتس وعد انه يضربه بنفسه فالملك قرر يسلمه لابنه. في نفس الوقت كان ارثر لسه بيدور على سيلفي، وفجأة سمع صرخة حادة جايه من الممر، جري فورا ناحية الصوت وهناك شاف الساحر واقف قدام سيلفي، وفي لحظة ارثر اتعرف عليه فورا انه مرافق العائلة الملكية. علشان نتجنب المشاكل ارثر اتكلم بهدوء طلب منه يسيبها، وقال ان سيلفي هي وحش المنى بتاعه. الساحر تنهد بضيق لانه كان فاكرها واحدة من مقتنيات المزاد. سيلفي جرت فورا ووقفت جنب ارثر وارثر كان خلاص هيمشي، لكن الساحر نادى فجأة وقال انه لسه مهتم بالحيوان بتاعه، قال انه من زمان نفسه يقتني وحش منى، وطلب منه ببساطة انه يسلمه سيلفي. ارثر بص له بنظرة كانه اغبى انسان شافه في حياته، وساله بجدية اللي يخليه يفتكر انه ممكن يوافق على حاجة زي دي. لكن بدل ما يقبل الرفض الساحر فجأة اطلق لهب في اتجاه ارثر عشان يخوفه، وقال ان ده امر من ساحر ملكي. المفاجأة ان ارثر حتى ما رماش وبكل هدوء كمل طريقه كانه ما حصلش حاجة. التصرف ده خلى الساحر يغضب اكتر فقرر يهدده بحاجة اخطر، هدد اهل ارثر ممكن يتجاهل اي تهديد لنفسه، لكن مجرد ان حد يهدد عيلته ده خط احمر. في لحظة لف بجسمه كله وهالته انفجرت بطاقة مرعبة مليانة نية قتل، وبص للساحر بعين برد وقال له كرر كلامك تاني لو تقدر. لكن واضح انه نسي حاجة مهمة جدا، انه لسه داخل دار مزاد فينسنت. هالة القتل اللي خرجت منه كانت مرعبة لدرجة انها غطت المبنى كله، كل الشبابيك اللي في المكان اتكسرت فورا. الناس اللي عندهم منى زي الملك قدروا يتحملوا الضغط، لكن اللي ما عندهمش منى زي فينسنت وقعوا فورا على الارض. الملك جري يتاكد من حالة فينسنت، وفي نفس الوقت الحراس الملكيين وقفوا حوالين الملك لانهم افتكروا ان عدو بيهاجم، لكن الملك طمنهم انه يقدر يحمي نفسه، وامرهم بدل كده انهم يحافظوا على الضيوف ويقبضوا على المتسبب. باللحظة دي ارثر استوعب حجم الكارثة اللي عملها، هو صحيح خوف السحر لكن كمان اتسبب في فوضى كاملة، فسحب هالة القتل بسرعة، لكن للاسف كان فات الاوان. الزوار انتشر في المكان ومحدش فاهم ايه اللي حصل اصلا. وسط الفوضى رينولد تولى القيادة فورا وامر كل الناس يخلوا المكان فورا، وبدا ينظم عملية الاخلاء. بعد ما الكل خرج بسلام الملك طلب يتكلم مع رينولد عن انفراد، كان عايز يواجهه بسبب فشله في القبض على المجرم. رينولد اعتذر فورا وقال انه مستعد يقبل اي عقوبة، لكن قبل ما الملك يعلن قراره الساحر نفسه تدخل، طلب من الملك انه يكون متساهل وقال ان ما حدش مات في الحادثه، لكن كلامه ما كانش بدافع الطيبه لانه بعدها مباشره بدا يمدح وحش المنى بتاع ارثر. الملك بعدها قدمه للجميع وقال ان اسمه سيباستيان وهو ساحر مسؤول عن حمايه العائله الملكيه. الملك قال انه انقذ حياته مرات كتير وعلشان كده هو يثق فيه جدا، وبما ان سيباستيان معجب بوحش ارثر الملك بص لرينولد وساله اذا كان ممكن يسلم سيلفي له كنوع من الامتنان. ارثر حاول يتكلم لكن امه أليس قاطعته بسرعه وقالت له ان كلامه قدام الملك من غير اذن الا احترام. رينولد رد على الملك بهدوء وقال انه ما يقدرش يوافق لان ارثر هو اللي حصل على سيلفي بنفسه ورينولد ما عندوش حق يسلمها لاي حد. ساعتها الملك قرر يكلم ارثر مباشره، بص له وساله اذا كان مستعد يسلم سيلفي لسيباستيان، لكن ارثر رفض فورا وقال ان ولا حاجه في الدنيا ممكن تعوض سيلفي. الملك حاول يسامه وقال انه مستعد يبدلها بشبل الاسد العالمي اللي اشتراه، وقال ان حتى لو وحش ارثر نادر فالشبل اغلى قيمه، لكن ارثر رفض تاني واكد انه مش هيبيع ولا هيبدل سيلفي مهما حصل. الملك بدا يفقد صبره وقال ان الملك ما ينفعش يكرر كلامه اكتر من مره، وطلب منه لاخر مره يسلم سيلفي، لكن الاصرار ده بدا يضايق ارثر وهو في مكانه سال الملك سؤال صادم، هل حضرتك ممكن تبيع اولادك؟ السؤال صدم الملك لدرجه انه ما عرفش يرد، لكن ارثر كمل كلامه وقال انه رفض الطلب 3 مرات بالفعل، ومع كده الملك رفض يفهم ان في حاجات اغلى من اي فلوس، وسال لو حد جالك وطلب يشتري اولادك كنت هترد ازاي؟ الحراس اندفعوا فورا عشان يضربوا ارثر بسبب اهانته للملك، لكن بضربه واحده بس وقعهم الاثنين فاقدين الوعي. سيباستيان بدا يشتمهم ويقول انهم اغبياء، وهو بنفسه قرر يحصل على سيلفي باي طريقه، فاطلق تعويذه ناريه قصد يحرق ارثر، لكن في اللحظه دي ارثر فعل اقوى قدره عنده. الزمن في الغرفه كلها اتجمد، كل الناس عدا سيباستيان بص حواليه صدمه مش فاهم ليه الكل اتجمد فجاه. ارثر قال له بدون ان محدش هنا يقدر يسمعهم وبدا يقرب منه ببطء. سيباستيان ارتعب وصرخ فيه يبعد وقال ان ارثر مستحيل يهزم ساحر ملكي، لكن ارثر ببساطه كسر رجله. سيباستيان بدا يصرخ طالب النجده، لكن ارثر قال له ان مفيش حد هينقذه هنا، وقال له يسمع كويس وهو لسه واعي، وحذره انه يعرف مكانه ويفكر كويس قبل ما يهدد حد لان المره الجايه العقاب هيكون اسوأ بكتير. بعد ثواني الزمن رجع طبيعي وفي نفس اللحظه ارثر وقع فقد الوعي من شده الارهاق. بعد شويه ارثر فتح عينيه لقى نفسه في سريره وراسه بتدق من الالم، واضح انه ضغط على نفسه زياده لما استخدم قدرته، رغم انه قدر يوقف الزمن لحظه لكن الضغط على جسمه كان مرعب. وفي اللحظه دي دخلت أليس الاوضه علشان تطمن عليه، اول ما شافته صحي ارتاحت جدا. ساعتها ارثر سالها فورا ايه اللي حصل بعد ما فقدت الوعي. أليس بدات تحكي ان كل الموجودين اتصدموا جدا لما وقع فجاه قدامهم. بعد ما ارثر فقد الوعي أليس جريت بسرعه تحاول تعالجه، ومع انهم عملوا كل اللي يقدروا عليه جسمه اخذ وقت طويل جدا عشان يتعافى، لكن في النهايه لما اتاكدت انه بقى كويس قررت تاخده معاه يلفوا شويه في المدينه بعد الكلام اللي حصل بينهم. واثناء ما هم ماشيين في الشوارع عين ارثر وقعت على دبوس شعر جميل، وكان متاكد ان شكله هيبقى مثال على شعر إلينور، لكنه افتكر فورا انه ما معهوش فلوس. ساعتها أليس ابتسمت واشترت له بنفسها وقالت له يخليه هديه ويقدمه لإلينور بعدين، وحتى عرضت انها تشتري حاجه لارثر كمان، لكن ارثر تردد وسأل نفسه اذا كان المفروض فعلا يصرفوا فلوس دلوقتي، خصوصا ان ممكن رونالد يكون خسر شغله في دار المزاد بعد اللي حصل. لكن أليس طمنته وقالت له انه ما يقلقش خالص على فلوس البيت لانها هي كمان عندها شغل. الكلام ده فاجئ ارثر جدا لانه
ما كانش يعرف الموضوع ده، لكن أليس شرحت له انها بتصنع حاجات فخمه وغاليه والحاجات دي على طلب كبير وسط النبلاء وبتكسب منها فلوس كويسه جدا، علشان كده هم لسه يقدروا يعيشوا كويس ويشتروا اللي محتاجينه. لدرجه انه لما خلصوا جوله التسوق كان ارثر وأليس شارين اكياس كتير من كتر المشتريات، لكن لما رجعوا البيت سمعوا صوت رينولد في الصاله بيتكلم مع حد، وكان صوته حد وهو بيقول ان سكوته مش للبيع بعد ما ابنه كان ممكن يتقتل. ارثر دخل وسال ايه اللي بيحصل. اول ما رينولد شافه ارتاح جدا انه شاف واقف على رجليه. ارثر طمنه وقال انه كويس جدا ومفيش داعي للقلق. الراجل اللي كان بيتكلم مع رينولد بص لارثر كويس وفجاه اتعرف عليه ان هو الولد اللي حصلت معاه الحادثه في المزاد، فطلب انه يقعد معاهم ويتكلموا. الراجل مد ايده وطلع كيس مليان ذهب وقال ان ده من الملك نفسه، واعتبر اعتذار بسيط عن اللي وصفه بانه حادثه صغيره حصلت امبارح. ارثر من جواه كان شايف ان اللي حصل مش بسيط خالص لانه اتهاجم من فارسين والساحر ملكي، لكن مع ذلك فضل ساكت وشكر على انه جيب نفسه. الراجل ابتسم لما شاف رد فعل ارثر وقال له ان الحارسين اللي هاجموا بالفعل اتطردوا من شغلهم، وشرح ان الملك عمره ما يوافق ان طفل يتقتل بسبب حاجه بسيطه زي رفض طلب، لكن رينولد كان شاف ان طردهم بس مش عقاب كفايه لمحاوله قتل ابنه. ساعتها الراجل رد عليه وقال له انه ما ينساش ان ارثر نفسه كان غير محترم مع الملك، غير كده الملك سامح رينولد على فشله في حمايه دار المزاد، فمش من العدل يزعل لو الحراس اخدوا شويه رحمه هما كمان. رينولد كان لسه هيرد لكن ارثر قطعه بسرعه وقال ان مفيش داعي للغضب، واعترف ان هو غلط لما اتكلم بالطريقه دي قدام الملك، وبما انه خرج من الموضوع من غير اصابه خطيره فهو مش زعلان. بعدها سال الراجل عن حاله سيباستيان خصوصا ان رجله اتكسرت. الراجل شرح ان سيباستيان اتعزل من منصب بسبب هجومه على ارثر وهو دلوقتي بيتعالج في المستشفى، وقال ان سيباستيان كان بيصر ان ارثر هو اللي كسر رجله، لكن الكلام ده يبدو غريب جدا لان ما حدش شاف ارثر يعمل كده وكل الناس كانوا شايفينه طول الوقت، علشان كده الملك مقتنع ان تعويذه سيباستيان نفسها ارتدت عليه بالغلط وكسرت رجله. اضاف ان الملك زعلان جدا من اللي حصل وعشان كده بيحاول يعتذر بالطريقه دي. الراجل بص لارثر وقال له انه واضح انه شاب موهوب جدا، لكن نصحه انه يكون حذر في كلامه لما يتعامل مع اصحاب السلطه لان مش كل الناس ممكن تكون متسامحه زي الملك. في النهايه ارثر ورينولد قابلوا الاعتذار، وبعد ما الراجل مشي رينولد اخذ كيس الدهب كله وسلمه لارثر. ارثر اتفاجئ وساله اذا كان متاكد ان يديه ليه، لكن رينولد قال ان ده حقه لان ارثر هو اللي اتحمل الخطر الحقيقي، غير كده هيحتاج فلوس لو ناوي يعمل اي حاجه في الايام الجايه. الكلام ده خلى ارثر يفكر بعمق رغم انه في حياته السابقه كالملك، لكن في العالم ده هو مجرد طفل ضعيف، ولو عايز يقف قدام نفوذ السياسه والسلطه لازم يكون عنده قوه ونفوذ خاص بيه. علشان كده في صباح اليوم التالي مباشره راح اكاديميه السحر، لكن اول ما وصل لاحظ بومه واقفه قريبه منه. فجاه البومه طارت وارثر جري وراها فورا، لكنه بسرعه ادرك ان الموضوع فخ. لما ابتعد كفايه قابل ست عجوز كانت مستنياه. الست دي ما كانتش اي حد، دي كانت مديره اكاديميه زيروس السحريه. مكانتها كبيره جدا وتاثيرها ممتد في ممالك كتير، وقليل جدا اللي بيحصل لهم شرف مقابله شخصيه زي دي. المديره قالت الناس سمعت عن ارثر كتير خصوصا من فينسنت، ووصل لها تقارير كتير بتشيد بموهبته، لكن لانها مش من النوع اللي يصدق الشائعات بسهوله قررت تختبره بنفسها. في البدايه اطلقت طاقه سحريه مرعبه علشان تخيفه، لكن ارثر وقف ثابت مكانه، ومع انه قدر يتحمل الضغط الا انه اعترف بينه وبين نفسه ان قوه المديره مرعبه فعلا، وده طبيعي لانها اقوى ساحره في المملكه كلها. عشان يثبت نفسه ارثر بدا يظهر قدراته، لف جسمه بطاقه سحر الرياح وفي نفس الوقت استخدم سحر الارض عشان يرفع شويه صخور من الارض، وبعدها استخدم الريح عشان يسرعهم ورماهم ناحيه المديره، لكنها ببساطه صدتهم بايد واحده. في اللحظه الثانيه ارثر استدعى سكاكين ناريه والظهر ورا ظهرها، كان قبل ما ولا واحده توصل لها فرقتهم بسهوله باندفاع من سحر الرياح. ارثر اتصدم من سهوله ردها على كل هجماته والاحباط بدا يزيد جواه، فاندفع ناحيتها مباشره، لكن قبل ما يقرب المديره اطلقت عاصفه هواء قويه. القوه ضربته بعنف ووقع على الارض. النتيجه كانت واضحه، بوضعه الحالي هزيمتها مستحيله، لكن رغم خسارته المديره ما كانتش غير راضيه، بالعكس اعترفت ان موهبته مذهله، لكن قالت ان مشكلته انه بيبالغ في تقدير نفسه، وعلشان توريه الفرق الحقيقي في القوه قالت ان اختباره الاخير بسيط، لو قدر يفضل واقف من غير ما يغمى عليه بعد هجومها القادم هيعتبر نجح. رفعت ايديها الاثنين واطلقت موجه مدمره من سحر الصوت. القوه كانت مرعبه والصخور قريبه اتكسرت فورا، ودان ارثر بدات ترف بعنف، لكن رغم الالم جز على اسنانه وثبت مكانه، رفض يقع حتى والهجوم مستمر. المديره اتفاجئت فعلا من عناده وصلابته لدرجه انها فكرت تعرض عليه انها تدربه بنفسها، لكن قبل ما توافق ارثر قال ان عنده شروط. قال لها انه جه اساسا لانها تمتلك القوه والنفوذ اللي يقدروا يحموا الناس اللي بيحبهم، ولو قدرت تضمن سلامه عيلته واصحابه ساعتها هو هيوافق يدخل الاكاديميه ويتدرب تحت اشرافها. المديره اتفاجئت من جرأته لان العرض كله في صالحه، لكن في نفس الوقت كانت عارفه ان طالب بموهبته نادره جدا. قبل ما توافق ارثر اضاف شرط اخير، قال انه مش هيدخل الاكاديميه دلوقتي وهيستنى لحد ما يوصل للسن الرسمي للطلاب لانه عايز يدرس مع ناس في سنه. المديره استغربت لان ده معناه تاجيل دخوله 3 سنين كامله، لكن ارثر قال انه عايز يعيش حياته بكل لحظه فيها، وهدفه قبل الاكاديميه انه يبقى مغامر ويسافر في كل انحاء قاره الديكان. المديره فهمت انه مصمم على قراره ومفيش طريقه تغير رايه، فسالته اذا كان كلم اهله. ارثر اعترف انه لسه، فقالت له انها لو حصل على موافقه اهله فهتقبل كل شروطه، لكن لما رجع البيت وقال خطته أليس رفضت فورا، قالت انها مستحيل تسمح له. رينولد حاول يقنعها تسمع الكلام الاول لكنها رفضت، هو لسه رجع بعد غياب سنين وهي مش قادره تتخيل انه يسيبها تاني. رينولد حاول يقترح حل وسط وقال ايه رايك لو كان معاه حارس يرافقه، لكن أليس ما اقتنعتش، وساعات دخل ارثر بنفسه وقال لها انه مش هيسيبهم لفتره طويله زي قبل كده، مغامراته هتكون فترات قصيره ويرجع يزورهم كل كام شهر. الكلام ده خلى أليس تهدى شويه، غير كده ارثر قال انه اصلا مش هيسافر دلوقتي، هو عايز يقضي
وقت اكتر في البيت الاول، لكن في نفس الوقت لازم يسافر ويشوف العالم لان في حاجات كتير لسه مش فاهمها. غير كده الجلوس هنا والتدريب لوحده سنين طويله هيبقى ممل جدا. هو عايز يختبر قوته في مواقف حقيقيه. أليس ما بقتش رافضه الفكره زي الاول، لكن القلق لسه موجود، فطلبت منه وعد واحد انه ما يخبيش عنها اي حاجه. وارثر وافق وعد انه هيكون صريح معاها في كل حاجه، رغم ان ارثر وعد امه انه ما يخبيش عنها اي حاجه، الا انه من جواه كان عارف ان فيها اشياء كتيره يضطر يخبيها عن عيلته مهما حاول يكون صريح. مع اقتراب وقت رحلته كان رينولد مقتنع ان فكره وجود حارس يرافق ارثر اثناء مغامرته فكره ضروريه. عالم المغامرين مليان مخاطر، وطفل لوحده ممكن يواجه مشاكل كبيره، علشان كده بدا يتواصل مع اصحابه ويسالهم اذا كان حد فيهم مستعد يتحمل المسؤوليه دي. المشكله ان رينولد ما كانش يقدر يعرض فلوس كتير مقابل الخدمه، لكنه وعدهم انه يلاقي طريقه يرد جميلهم باي شكل. لكن اعضاء فريق توم هورن ضحكوا وقالوا له ما يقلقش خالص بخصوص الفلوس، هم كلهم اصدقاء مستعدين يخصصوا شويه من وقتهم علشان يساعدوا ارثر. بس في اللحظه دي ادم رفض فورا، قال بصراحه انه بيكره شغل الحضانه، وكمان قال ان هو وارثر ممكن يتخانقوا فعلا، لدرجه ان ممكن في ليله من الليالي ارثر يقتله وهو نايم. الباقي هزوا راسهم موافقين وقالوا ان الفكره فعلا سيئه، لان ادم مزعج جدا ممكن فعلا يخلي ارثر يفكر يقتله. وفجاه جاسمين رفعت ايدها وقالت انها هتتولى المهمه. الكل اتصدم، خصوصا انهم عارفين ان جاسمين بتكره مهام الحراسه اكتر من حتى من ادم، لكن قالت بدون ناله الموضوع علشان ارثر فيها مستعده تعملها. رينولد شكرها بامتنان كبير وهكذا اتخذ القرار. جاسمين زي ارثر بالظبط مقاتله تعزيز، ووصلت مؤخرا لمرحله البرتقال الفاتح. غير كده هي اصلا علاقتها كويسه جدا بارثر، وده خلاها الاختيار المثالي للحراسه. بعد ما تحدد الحارس ارثر طلب من رونالد اذا كان ممكن يمر على دار المزاد، كان لسه محتاج يختار سيف مناسب ليه قبل اختبار قبول المغامرين. رونالد وافق فورا وطلب من فينسنت يسمح له يختار من مخزن الاسلحه. وفي اليوم التالي ارثر قابل فينسنت وشرح له محتاج سيف عشان يختبر الانضمام للمغامرين. فينسنت ابتسم وقال له يتفرج براحته لانه عنده مجموعه ضخمه جدا من السيوف، لكن العدد الكبير ده كان معناه حاجه واحده بس، ان اختيار سيف مناسب مش هيكون سهل. ومع مرور الوقت جوات العشاء ولسه ارثر ما رجعش. أليس بدات تقلق جدا وفكرت تخرج تدور عليه بنفسها، لكن رونالد طمنها وقال ان اختيار السلاح المناسب بياخد وقت، والافضل يسيبوه ياخد قراره بهدوء. في نفس الوقت كان ارثر داخل المخزن غارق في الاحباط، جرب سيوف كتير جدا لكن ولا واحد منهم شد انتباهه. معظم المقاتلين في العالم ده مقاتلين تعزيز، علشان كده السيوف غالبا بتكون كبيره جدا، يا اما سيوف بايدين الاثنين او سيوف ضخمه بايد واحده. لكن بالنسبه لارثر جسمه الصغير ما يقدرش يتعامل مع اسلحه بالشكل ده. فجاه سيلفا نبهت انتباهه، جرت ناحيته وبدات تقود القطعه خشب مرميه على الارض. ارثر استغرب، ما فهمش ليه سيلفا مهتمه بعصايه قديمه بالشكل ده، لكن قرر يرفعها يشوفها. والمفاجاه العصايه كانت اتقل بكتير مما شكلها يوحي، وكمان حس انها مش متوازنه زي عصايه عاديه، كأن في حاجه مخبيه جواها. فضوله زاد فشد الجزء اللي باين كانه مقبض، ولما مرر شويه معنى فيها ظهرت حروف مضيئه قدام عينيه فجاه، وفجاه بدا نصل سيف يخرج من داخل العصايه. كانت اول مره يشوف سيف بالشكل ده، فجرب يعمل شويه حركات تدريبيه لكن السيف كان تقيل جدا بالنسبه لجسمه، ومع ذلك جوده النصل كانت عاليه جدا لدرجه انه قدر بسهوله يشق برميل نصين بضربه واحده. لكن وهو بيتفحص السيف فجاه السلاح كهرب ايده فوقع منه بدون قصد، لكن لما مسكه تاني لاحظ حاجه غريبه، السيف بقى فجاه متوازن تماما وكانه اتصمم خصيصا لجسمه. الحجم والوزن بقى مناسبين له بشكل مثالي. الشيء ده خلى ارثر يندهش جدا. في حياته السابقه لما كان ملك امتلك سيوف اسطوريه كتير، لكن ولا واحد منهم حس انه مناسب ليه زي السيف ده. عشان يتاكد جرب يضرب برميل تاني وبضربه واحده بس اتحطم بالكامل. وفي اللحظه دي دخل فينسنت ورينولد المخزن، كانوا قلقانين لان ارثر تاخر جدا والعشاء تقريبا برد. سالوه اذا كان اخيرا لقى السيف اللي عايزه، لكن ارثر ما كانش عايز يكشف سر السيف الغريب، فمسك سيف عشوائي وقال ان ده اختياره. رينولد مسك السيف وجربه بسرعه ولاحظ انه عادي جدا ما فيهوش حاجه مميزه، لكن بما ان ارثر اختاره فينسنت قال له انه يقدر ياخده. في اللحظه دي فينسنت لاحظ العصايه اللي معلقه في حزام ارثر، فساله عنها وارثر بسرعه اخترع حجه وقال انها مجرد عصايه قديمه لقاها كان بيستخدمها بس عشان يجرب شويه حركات. فينسنت اتفاجئ وقال انه اصلا ما يعرفش ان عنده عصايه بالشكل ده في المخزن، فطلب من جيمسون يراجع السجلات. جيمسون شرح ان راجل عجوز رمى العصايه عنده يوم وقال انها عديمه القيمه، ومن شكلها كانت مجرد عصايه قويه مش اكتر. حتى لما عرضها على خبراء كتير كلهم قالوا انها عاديه جدا، لكن شكلها كان مميز شويه فقرر يحتفظ بيها في المخزن. ارثر طلب من فينسنت لو ممكن ياخد العصايه، وبما ان فينسنت ما كانش محتاجها اصلا سمح له ياخدها مع السيف. مرت الاسابيع بعد كده بسرعه، وكان ارثر بيستمتع بكل لحظه يقضيها مع الناس اللي بيحبهم، وهو في نفس الوقت بيستعد لرحلته القادمه. وفجاه جه عيد ميلاده التاسع، العيله والاصدقاء عملوا احتفال جميل، وبعد الاحتفال بدا وقت الهدايا. اول هديه فتحها كانت من أليس، قفاز خاص مزروع فيها احجار سحريه فيها قوه علاج، لو اتصاب يقدر يستخدمه علشان يشفي نفسه. بعدها جه دور فينسنت اعطاه خاتمين سحريين، واحد لارثر وواحد لأليس. الوظيفه بسيطه، لو المنى بتاعت ارثر انخفضت بشكل خطير خاتم أليس هينور فورا عشان تعرف انه محتاج مساعده. اخر هديه كانت من ادم، لفافه سحريه تقدر تنقل الصوت. ارثر يقدر يسجل رساله ويرسلها للبيت، وأليس ترد عليه بنفس الطريقه. ارثر شكرهم كلهم من قلبه، خصوصا انه هيسافر في اليوم التالي، اكد لهم قد ايه هو ممتن لكل حاجه عملوها علشانه. أليس مسكت ايده وقالت له اهم حاجه عندها حاجه واحده بس، مش مهم يبقى قوي ولا غني، كل اللي يهمها انه يرجع لها بالسلامه. في الليل ارثر بدا يرتب كل معداته، قلبه كان موجوع لانه هيسيب عيلته قريب، لكن عزيمته كانت قويه، لازم يبقى اقوى علشان ما يخسرهمش ابدا.
ولما خلص تجهيز كل حاجه نزل تحت. كانت العيله كلها متجمعه علشان الوداع الاخير. رينولد قال له بحزم ان مهما كان قوي ما يسمحش للثقه الزياده انها توقعه في خطر، لكن في نفس الوقت اكد له انهم طول الوقت هيفضلوا يشجعوه مهما سافر. وبعدها ودع امه وابوه، ولما خرج بره البيت لقى جاسمين واقفه هناك مستنيه جاهزه تبدا معاه اول خطوه في رحلته الجديده. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا. سلام.